الفيلم بيبتدي باتنين زمايل بيقربوا من نجومه، بيصحوه من نومه بخبطة جامدة على الديسك. واحد من الاتنين دول هو هامان، اللي معروف انه على طول بيتلكك لنجومه وبيستقوا عليه في المدرسة. بيتريقوا على نجومه عشان شكله على طول نعسان، وبيقولوا ده عشان بيسهر كتير. كوري ولا هممها كلامهم بتيجي وتقعد جنبه، وبكل هدوء بتفكروا بالذوق بأهمية انه يجي في الميعاد. كوري اللي الكل بيحبها في المدرسة، واحدة من أجمل بنتين توأم، وليها علاقة غريبة بنجومه محدش فاهمها حتى نجومه نفسه. ورغم إن صحباتها اللي مشهورين في المدرسة مش طايقينه، هي مصممة تبقى مع نجومه. شوية كده المدرسة أيكو بتدخل الفصل وبتقول للطلبة يقعدوا على الكراسي. فجأة الفصل كله بيتخض لما نور أبيض بيطلع من الأرض، واللحظة اللي بعدها الفصل كله بيلاقي نفسه في عالم تاني خالص، زي ما الملوك اختاروا أبطال. الملوك استدعوهم للعالم ده عشان يحاربوا الشياطين وينقذوا البشرية اللي بتتنفس بالعافية. الكابتن ميل بيشرح لهم عن لوحة الحالة والأنواع. الظاهر إن نوع المحارب هو أحسن نوع في العالم ده، بس 10 بس من كل 10,000 واحد بياخدوا النوع ده. كوري تاخد نوع المعالج، وده نوع نادر برضه. حياة هورينجومو ما بتتغيرش في العالم ده برضه، بياخد نوع مساعد عادي جدا. همان بيضحك عليه عشان ترتيبه وحش في العالم ده. ومع تطور القصة بنتعمق أكتر عشان نعرف هل حياة نجومه هتتغير في العالم الغريب ده ولا هيفضل يواجه نفس المشاكل. الإيماي بتبدأ بشاب اسمه هاجيامي جومو بيصحى في عالم خطر اسمه متاهة أوريكس العظيمة مليان وحوش. نجومه بيفكر في وضعه الخطير وخطر الموت اللي بيهدده، وبيحاول يلاقي مخرج ويهرب. بس رغم التفكير العميق مفيش أي نور بيظهر له يوضح له وضعه. وهو في حيرته دي بينتبه لأرنب قريب منه. المخلوق اللي شكله بريء ده بيكشف عن حقيقته كوحش مرعب، ولدهشة ميجمو الأرنب بيقضي على وحشين تانيين بكل سهولة بضرباته القوية. بعد ما بياكل الوحشين دول الأرنب بص دلوقتي على نجومه، بس مقابلتهم اتقطعت لما وصل مفترس أكبر وقتل الأرنب وأكله. نجومه اترعب من جواه وحاول يهرب، بس الدب خد باله من حركته وجري وراه. محاولات نجومه الجامدة إنه يسيب الدب وراه فشلت لما خسر دراعه في هجوم الدب. بالرغم من خسارة دراعه، هاجيمي فهم إنه لازم يطرد الدب عشان يعيش، عشان كده استخدم قدرات التحويل بتاعته كذا مرة، وده خلاه يقدر يغير شكل الحاجات. الدب حس براحة فساب فكرة إنه يطارد نجومه. هو دلوقتي عايش في كهف صغير وراجع له. نجومه اترمى جوه الكهف من جوه علبه. بعد شوية فتح عينه ولقى نفسه نايم جنب الحجر المقدس بتاعه اللي فيه المية المباركة، استخدمها عشان يعالج جروحه ويشيل اللعنات. نجومه افتكر من أيامه في المكتبة إن الأحجار المقدسة الأسطورية دي بتتكون جوه الجبال بسبب تراكم المانا. نجومه كان عادي جدا مقارنة بزمايله في القدرات، عشان كده وقته في الأكاديمية مليان بذكريات الاستهزاء والسخرية والحاجات دي. نجومه افتكر المهارات اللي اتعلمها من المكتبة الملكية في ثانويه، وفهم إنه أضعف بكتير من زمايله في القدرة على القتال. وكل ما نجومه يتعمق جوه المتاهة بتجيله ذكريات بتوريه إزاي وصل للموقف ده. من 70 يوم بالظبط نجوم واصحابه دخلوا المساحة الصعبة في متاهة الأوركس شيل كبيرة. وسط مجهودهم الجماعي زميل ليهم اسمه إيمانجا جه يساعد نجومه لما لقى نفسه بيتخانق مع وحش شرس. تدخل نجومه بيأكد ضرورة إن نجومه يزود مجهوده وهم ماشيين في المتاهة المعقدة. شاراساكي واحدة تانية من المجموعة اطمنت على نجومه وكملوا طريقهم في مهمتهم. بعد وقت قصير شافوا كريستالة النظرة، وهي جوهرة مشهورة في حكايات المجوهرات في المملكة. للأسف الجوهرة اللي شكلها قيم دي طلعت فخ صعب. أول ما لمسوها الكريستالة نقلتهم لمكان خطر مليان وحوش. لما واجهوا خطر قريب المجهودات المشتركة لكواري والقائد ميلود وسيتزوكو وباقي المشاركين اتجمعت عشان يواجهوا حشد الشياطين، بس مقاوماتهم طلعت محاولاتهم بقت على الفاضي قدام قوة الشر اللي عند الوحوش. الجماعة دوروا على حماية من ملك عشان تحميهم، بس حتى الحماية دي ما استحملتش كتير. في الوضع الصعب ده نجوم استعمل قدرة التحويل بتاعته عشان يصد الوحوش اللي قربت، وبكده صحابه عرفوا يعدوا كوبري. بس لما نجومه لف وشه عشان يمشي من الوادي مع صحابه حصلت حاجة ما كانتش على البال. نجومه بقى هدف لهجوم مباشر من واحد صاحبه، ومن الضربة دي وقع من على حرف الكوبري. الكوبري ما استحملش هجوم الوحوش المستمر واتهد، وده خلى نجومه ينزل في المتاهات موت ملوش آخر. على آخر نفس وهو حاسس بصحابه وخانوه، نجومه سأل نفسه ليه اختار يتدرب في متاهة الحيتان الكبيرة. قرر يعيش واضطر ياكل وحوش عشان يعيش، وعرف يصطاد ديبين. وهو بياكل لحمهم حس بحاجة غريبة من دم الديب، بس عرف يعيش. بص على بياناته لقى مستوى عالي وخد مهارات جديدة ليها علاقة بالبرق وصفات الديب.
نجومو عمل سلاح شبه المسدس اسمه دوغ دونور باستعمال قدرة التحويل بتاعته مع الصناعة، وبقى يعمل رصاص من أنواع حجارة مختلفة. بالقدرات الجديدة دي غلب أرنب وحش ومهاراته عليت أكتر. في الآخر واجه الدب تاني عشان ياخد حقه من اللي حصل بينهم قبل كده. نجومو تحدى الدب وعرف يتفادى ضرباته بسهولة. الدب اتغاظ وطنع كل اللي عنده على نجومو، بس هو كان مستعد للمعركة. نجومو كان دقيق جدا وهو بيضرب الرصاص على الدب. في الأول الرصاص كسر دراع الوحش، وبعدها على طول ضربه في راسه وخلص عليه. الانتصار ده كان علامة على فوز نجومو في المعركة التانية. في المستوى 17 نجومو شرب مية من الحجر الأسطوري وبقى يسأل نفسه الرحلة دي هتفضل ماشية لحد امتى؟ المستويات دي من الزنزانة كانت ضلمة أكتر من العادة، ونجومو كان بالعافية شايف أي حاجة يمسك فيها. رحلته بقت أصعب لما نجومو واجه سحلية وحشية. بيحارب وحش في الضلمة، نجومو حافظ على تركيزه، استعمل قنابل البرق بمهارة ضد السحلية وقضى عليها بضربات دقيقة. طلقات نار من مستوى للتاني. نجومو مصمم يقضي على الوحوش اللي في طريقه لحد المستوى 44. في الوقت ده صحابه بيشرحوا للملك بتاع المملكة كل اللي حصل، وبيوصفوا ازاي من غير قصد وقعوا في فخ حجر جلانت في المرحلة ال20 من متاهة أوريكس العظيمة، واللي نقلتهم للمستوى ال65 اللي محدش وصل له قبل كده. أعمق مستوى وصلوا بني آدمين، وهناك قابلوا الوحش الرهيب. الملك بيفكرهم ان وجودهم في العالم ده كان جزء من اتفاق. خبر خسارة بطل دي شوزن لازم يتدار هنا وما تكلموش مع حد عن الموضوع ده. في نفس الوقت شوزوكو صاحبة ناجومو بتاخد بالها من كوري بتاعتها. في الوقت نفسه كوري اللي وقع جوه المتاهة بتفتكر لحظات من الحادثة المشؤومة لما ناجومو اتصاب بتعويذة وهو بيحاول يلحق بيهم عشان يرجعوا المملكة بأمان، ووقع في أعماق الزنزانة. لما كوري قررت ملفق القائد بتاعهم، شوزوكو وقفت مع قائدها وشافت ان اللي عمله كان ضروري ومبرر. على الجانب التاني شوزوكو غرقانة في دوامة الأفكار، بتجهز نفسها للتمرين في الجنينة وبتفتكر ذكريات وصولهم للعالم ده. الأبطال تم استدعائهم من كونج العبادة عشان يحاربوا الشياطين وحلفائهم الوحوش بقواهم الخارقة. بوبي ستار شرح لهم عن أجناس العالم ده، بني آدمين وشياطين وحيوانات بشرية وعقود، والبني آدمين بيحاربوا عشان يبقوا على قيد الحياة ضد الشياطين، والشياطين مسيطرين على الوحوش. البني آدمين اتدمروا بامد في الحرب، وحتى وجودهم على وشك الانهيار في العالم ده، وهما بيختاروا الطريق الخطير ده. مدرستهم من الأرض وهي بتفتكر شوزوكو بدأت تشك إن هاياما صاحبهم التاني كان دايما على خلاف مع ناجومو. هي بتخمن إن هاياما ممكن يكون بيتصرف بدافع الغيرة، بس هي بتطرد الفكرة دي دلوقتي وبتجري جوه. وهناك كوري بتفوق من غيبوبتها بعد 5 أيام وضيعت ناجومو من نظرها. أول ما بترجع لوعيها كوري بتبدأ تسأل عن ناجومو. شوزوكو في الأول بتحاول تهرب من أسئلتها، بس إصرار كوري بيجبرها تكسر الصمت. لما بتسمع عن خسارة ناجومو المؤسفة، كوري بتقع على الأرض وبتترجى شوزوكو ترجعها للزنزانة. على الجانب التاني ناجومو مكمل استكشافه في الزنزانة ومش عارف هو بيحارب في مستوى كام، مع إنه خلاص نزل لتحت. نازل 50 دور تحت خالص من مطرح ما ابتدى. نهومو فضول واخده على صندوق بندورا والابواب المقفوله في الاعماق، وبيتسائل إيه اللي ممكن يكون مستخبي جواها. نهومو قرر يفتح البوابات بقوته في التنقل، بس فشل ذريع. محاولته لفتح الباب صحت وحوش ضخمه بتحرس الباب. الوحوش انهالت ضرب على نهومو لما اتطور وبقى مقاتل اقوى بكتير. نهومو قضى على الوحوش بضربات الدانر بتاعته، وعرف ان الوحوش كانت مخبيه مفتاح الباب جوه جسمها. ورا الباب اكتشف بنت محبوسه جوه حجر. نهومو كان متوقع يلاقي مساعده في رحلته، بس اتخيب لما لقى بنت مسجونة جوه المكعب الحجري ده. لما لف عشان يمشي البنت ترجته يساعدها، وكملت كلامها وقالت إن أهلها خانوها. البنت كشفت إنها من سلالة مصاصين دماء طويلة، وإن عمها والوزراء حبسوها بسبب خلودها وقدرتها الرهيبة على الشفاء. باستعمال قدراته نهومو نجح في تكسير الحجر، وهي بدأت تظهر في جلدها طبيعي. بينما نهومو بياخد نفسه بعد مجهود جبار من قوة رهيبة، البنت شكرت نهومو. البنت أصرت إن نجومو يسميها. نجومو سماها انتي على اسم القمر في الأرض، والبنت عجبها الاسم الجديد. تواصلهم اتقطع لما نهومو اتصاب إصابات خطيرة من خناجر اتضربت في ظهره. نهومو حس بوجود عدو أقوى بكتير قدامه، فناول انتي الجاكيت بتاعه وطلب منها تركب على ظهره وهو بيتقدم عشان يواجه وحش العقرب. بالرغم من إصاباته نهومو أطلق هجمات كتير في محاولة لهزيمة الوحش، بس مجهوداته باءت بالفشل. نهومو ضرب رصاص على أجزاء كتير من جسمه، بس العقرب المعدني شكله كان محصن ضد الرصاص. ناجومو نط على راسه عشان يضربه، بس برضه مفيش فايدة. مع اشتداد المعركة ناجومو استنسخ مهارة السحر بتاعت الوحش وعمل درع من الحجارة، بينما انتي بتمص دمه عشان تستعيد طاقتها. بعد ما استعادت قدراتها انتي استخدمت قدرتها اللهب بتاعتها عشان تشن هجوم قوي على الوحش. الهجوم
ألحق ضرر كبير بالوحش، بس شكله مش كفاية عشان يقضي عليه. ناجومو سألها تعمل هجوم مماثل تاني، وباستغلال التشتيت ناجومو نجح في ضرب راس الوحش بالدونر وقضى عليه في النهاية. مع انتهاء معركتهم انتي ما قدرتش تمسك نفسها وسألت ليه ناجومو ما هربش. بيهرب عشان روحه ويحط نفسه في وش الخطر. نيبون بيقول إنه يفضل يواجه التحديات، الهروب ما بقاش لطيف زي زمان. بعد المعركة بيشرح طبيعتها الفرية في التجدد، وبيكشف إنه كل المتاهات دي عملها المافريكس. المافريكس هم أقوى مخلوقات في العالم ده، اتمردوا على الملوك وبنوا المتاهات عشان يدمروا عالمهم. في اعتقاد إن المافريكس لسه موجودين في قلب المتاهة، ولو لقوا المافريك ده ممكن يوصلهم للسطح. نيبون بعد ما عرف المعلومة دي بيصنع بندقية تانية اسمها شليجيوم، والتنين بيكملوا رحلتهم عشان يدوروا على قلب المتاهة. وكل ما بيمشوا بتفتحي حكاية مليانة أسئلة عشان نيبوم يجاوب عليها. نيبوم بيحكي إنه من الأرض، عالم تاني خالص غير عالمهم. هو وأصحابه استدعاه الملك عشان يحاربوا الشياطين. نيبوم مش مقاتل قوي زي أصحابه، هو بطبيعته متآثر وبيحس إنه ملوش لازمة وسط زمايله. نيبوم بيكمل كلامه ويقول إنه أصحابه كمان خانوه وخسل دراعه في مواجهة مع وحش. دلوقتي ما بقاش فارق معاه أي حاجة عنهم وبيركز بس على إنه يحسن من نفسه. نيبون بيوضح إنه مش شايل أي ضغينة لأصحابه برضه. لما سمعت حكايته اللي مليانة عذاب ووجع عيونك دمعت. بتقولي إن حكاية نيبون مش مختلفة كتير عن حكايتك. بتقولي إن ملكيش بيت ولا مكان تاني. نيبون بيقرر ياخدك معاه في رحلته عشان يرجع بيته. في سفرهم بيقابلوا مجموعة ديناصورات على راسهم وردة. نيبون بيعتقد إن الديناصورات دي الورد اللي على راسهم هو اللي بيسيطر عليهم، ولو عايزين يخلصوا من حشود لوحوش اللي جايه عليهم لازم يلاقوا العقل المدبر. بيهربوا عشان ينجوا بحياتهم من الديناصورات، وفي الاخر بيلاقوا نفسهم في كهف حواليه بلورات خضراء. نيبون بيحس ان الوحش اللي بيسيطر على كل ده موجود جوه الكهف ده بالظبط. فجأة وردة بتطلع على راسه، وده معناه انها اتملكت زيه زي ديناصورات. بتبداي تهجمي على نيبون، بس ردود افعال نيبون بتساعده يدافع عن نفسه، وهو بيدافع عن نفسه ضد هجماتك نيبون بيشوف الوحش بيبتسم له من وراكي. ده بيخلي نيبون يضرب الوحش بالنار من غير ما يهتم بيكي، ونيبون بيعمل كده فعلا. الرصاصة بتخترق الوردة وبتصيب الوحش، ونيبون بينجح في انه يهزمه تاني. يا لهوي، وحش تاني! بصت له بغضب وقهر عشان قلة ذوقه وعدم مراعاته ليها، وهي بتضرب الوحش نار بوظ لها التمثال اللي كانت عاملاه. بالليل ونجومه عمال يتباهى باللي عمله مع الوحش. قربت منه وهي بتلحس شفايفها، قلعت هدومها ووقفت قدام نجومه زي ما ربنا خلقها، دعته انه يخليها تحبه جسمه. تاني يوم نزلوا السلم للدور الأخير في المتاهة، وأدركت إن حقيم ماشي بحذر شديد في الجزء ده من الرحلة. فجأة وصلوا الباب، وبصيص إيمال لمع في عينين نجومه، حس إنه ورا الباب ده ممكن يكون مفتاح الخروج. نجومه ويو مش خايفين من التحديات، كملوا رحلتهم لحد ما وصلوا للدور 100 في المتاهة، ونزلوا أعمق في الهاوية. لقوا مكان واسع ومرعب مليان مباني زجاج ونور منتشر في كل حتة. يو نجومه اتسحروا بمنظر المكان الرهيب ده، بس فرحتهم ما كملتش. الأرض بدأت تهتز من تحتهم، ونور أحمر طلع من الأرض معلن عن وصول العدو الأخير. وظهر قدامهم تنين بسات وشوش شكله مرعب. التنانين بدأت هجومها من كرات نار لضرب خناجر، بس نجوم ويو دافعوا عن نفسهم بمهارة وعملوا هجوم مضاد قوي. نجوم ضرب كذا طلقة بدونر بتاعه، ويو استخدمت جليد عشان تلحق إصابات جامدة بالتنانين، بس التنانين قدرت تشفي نفسها بسرعة بمساعدة تنين الشفاء. نجوم فهم إن كل تنين من الستة له دور معين، زي الدفاع والخداع والشفاء والهجوم، وعشان كده لازم يحط خطة عشان يحاربهم. نجوم ويو قرروا يستهدفوا تنين الشفاء الأول، وبدأوا هجوم مكثف عليه، بس التنين اللي بيدافع خد كل ضرر على نفسه وعمل توازن مثالي بين المهاجم والمدافع والمعالج. فجأة تنين سيطر على عقل يو وحاول يأذيها. التنين فكرها بالأيام اللي كانت مسجونة فيها، وأخراها بمكان نجوم وسابها فيه، وخلاها مفتونة تماما بالتنين يوفرتس، وانهارت في البكاء. هنا نجومه فهم ان يو واقفه متسمره قدام وحش هيقضي عليها، جري عشان ينقذها من الوهم، ودموع بتلمع في عينيها. يوفرتس 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 يوفرتس. نجومو بيقبض وبيعمل درع حماية وبيقرب منها. فجأة بيبوسها بالراحة. البوسة دي بتديها إحساس بالأمان والراحة، وبتطلع جواها قوة وثقة جديدة عشان المعركة اللي جاية ضد الوحش الضخم. نجومو بيأكد لها إنهم هيكسبوا التحدي ده سوا وهيرجعوا بيتهم سالمين. حضن الحب ده بيوصلها لأقصى قوتها، وبتضرب الوحش بقوة وبتهجم عليه بوابل من الضربات السحرية. نجومو بيقرر يمسك بندقيته وبيزود الهجوم. التنين بيحاول يلعب عليها لعبة التلاعب النفسي، بس نجومو أقوى منها بكتير نفسيا وبيفوق من السحر بسهولة.
هي بتستخدم سحر السيف السماوي بتاعها وبتمسح كام راس من رؤوس التنين، بس المعركة لسه ما خلصتش، لسه في كتير قدامهم. حارس الأعماق بيزود هجومه وبيوجه ضربات أقوى وأشرس عليهم. التنين بيستخدم نفس النهر والبرق بتاعه على البنت اللي اتحصرت، بس نجومه بسرعة بديهته بينط قدامها عشان يحميها من الأذى. تضحيته دي بتأثر عليه جامد وبيقع قدامها مصاب. وسط الفوضى دي، في عز يأسها وإصرارها، البنت بتمسك سلاحها وبتوجهه على الوحش بكل قوتها. للأسف مجهودها مش بيعمل تأثير كبير. في المقابل التنين الشرس مكمل هجوم عليهم ومش ناوي يستسلم. حارس الأعماق بيطلق وابل من الخناجر الحارقة زي المطر. مع استمرار المعركة بيبان أكتر إن النصر بيهرب من إيديهم. في لحظة يأس، البنت بتلاقي نفسها مرمية قدام الوحش الشرس وشكلها مستعدة تتقبل مصيرها، بس ويا للعجب بتصحى في حضن نجومو استعاد وعيه وبيهجموا مع بعض بكفاءة جديدة. جهودهم المتضافرة بتحاصر الوحش وبتنتهي بانتصارهم. بعد ما المعركة بتخلص، قوة نجومو بتضعف وبيقع في حضن البنت، وكأن الباب اللي قدامهم بيفتح استجابة لانتصارهم وبيكشف عن طريق قلب عرين المتمردين. على الجانب الآخر، إيكو بترفض قرار البابا عشتار بإرجاع الطلاب لزنزانة. هي شايفة أن الطلاب لسه ما تجاوزوش خسارة صاحبهم، وإن إرسالهم للمهمة الطلعة في الحالة دي تبقى مجازفة بحياتهم بالظبط. البابا بيرد ويقول إن اللي عنده استعداد بس هو اللي هيطلع الطلعة دي، وأيكو بتنفعل بغضب وتأجل الاجتماع وترجع أوضتها وهي مصممة إنها تعمل كل اللي في وسعها عشان تنقذ الطلبة. تاني يوم الصبح، نجومو بيصحى من النوم، بس بيتصدم لما يلاقي نفسه نايم على سرير، وبيستغرب إزاي جابوا سرير في الصحراء دي. بس المفاجأة الأكبر يلاقي يوليس جنبه عريانة تماما. يقوم يوم مفزوع ويقوم بسرعة، يمسك هدومه بسرعة ويسألك عن المكان. ترد عليه وتقولي إنهم في وكر المافريك، وإنها خدته للمكان ده لما نجومو وقع بعد الخناقة. وتكمل كلامها وتقول إن اللبس اللي هو لابسه ده بتاع المافريك. ده يخلي نجومو يجزم إن المافريك ده بني آدم. وهم طالعين من الأوضة، نجومو يتصدم لما يلاقي قصر. ده آخر حاجة ممكن يتوقعها في الزنزانة، بس يدخل القصر معاكي. وهم بيدوروا في الأوض يلاقوا علامة كبيرة على الأرض وجنبها جثة هيكل عظمي قاعد على كرسي. نجومو يبعد على جنب، يشوف روح راجل اسمه أوسكار أورك طالعة من الهيكل العظمي. أوسكار يكشف إن هو اللي عمل المتاهة دي، ويفني على نجومو إن نجم الاختبارات ووصل للنقطة دي، ويقول لنجومو إن الرسالة اللي بيقولها دي متسجلة. في نفس الوقت، كاوري وشيزوكا وباقيين فريقهم بيخوضوا ماتش إعادة ضد الوحش الضخم في الدور ال65، بس الطلبة مصممين يواجهوا الوحش ومش هيجروا المرة دي. كوكي يتقدم بخطوات ثابتة وياخد على عاتقه قيادة الهجوم الأول على الوحش الرهيب، وبسرعة يمسك بزمام الأمور في المجموعة وينظم جهودهم المنسقة في مواجهة الوحش الضخم، ويوزع أدوار محددة على كل واحد ويحشد قوتهم الجماعية للمعركة اللي جاية. هينسون يواجه المخلوق وجها لوجه ويشتت انتباهه ويخلق فرصة زمايله عشان يضربوا من زوايا مختلفة. شيزوكو ماسكة سيفها بكل قوتها توجه ضربة قوية تقطع أحد قرون الوحش، بس بالرغم من المجهود البطولي ده، الضربة مش بتدي أفضلية كبيرة ضد الخصم الرهيب أصلا. والوقت ما يبدو أن كافة المعركة تميل لصالح الوحش الضخم، سوسوري تتصرف بسرعة وتستدعي درعها عشان تصد هجمات المخلوق، وبدعم من تعويذة كاوري اللي بتزودهم قوة، الثنائي بيقدروا يوجهوا ضرباتهم أول كام ضربة ليهم كانت جامدة قوي على الخصم المتوحش ده. كوكي استغل الفرصة دي ورش على الوحش واداله الضربة القاضية اللي خلصت المعركة لصالحهم. الناحية التانية، أوسكار أوركس وهب قوته لنجومو ونصحه ما يستخدمهاش في الشر. نجومو حس بإحساس رهيب كأن تاريخ الدنيا كله بيتسجل في دماغه، والقوة السحرية دي جات معاها كشف إن المافريكس ما كانوش غلط دول كانوا محررين، والقصص اللي اتقالت عنهم كلها كانت مبنية على كلام غلط. انت ونجومو دفنتوا بقايا أوسكار واحتفظتوا بالخاتم اللي بيفتح لنجومو أماكن كتير. أوسكار علم نجومو سحر الخلق، ونجومو دلوقتي يقدر يخلق أي حاجة نفسه فيها بالقدرة دي. مع بعض اتعلموا مهارات مختلفة، ونجومو بقى يكسر أسلحة محكية، وجيرو كمان بقى يظبط لحم الوحوش ويستغل قوته عشان يعلي من قدراته. مؤقتا ساد فكرة تقييم المتاهات التانية وقرر يركز على انه يتعود على العقبات اللي جايه. شهور من التدريب الجامد عدت، واحساس نجومو بالاستعداد لمواجهة التحديات اللي جايه زاد. بيكلمك وبيحذرك من الطريق الخطر اللي اختاروه، وبيأكد على تهديدات الموت اللي مستنياهم، وبيقول ان تصرفاتهم ممكن تثير معارضة مش بس من الكنيسة والمملكة، ده حتى من الملوك نفسهم. ورغم الكلام ده، انت لسه مصممة على قرارك. مصيرك دلوقتي مرتبط بمصير نجومو، وانت ثابتة على اختيارك، وهي مستنية بقلق. وحش مرعب بيقرب منها وبتخليها تخاف على حياتها. جريت بسرعة تدور على مساعدة
وتتمنى حد ينقذها. في آخر لحظة هان يو وصلوا والوحش اضطر يهرب بسرعة. شيا حست براحة لما شافت حبايبها، بس هان يو تجاهلها وكمل ماشي. الجو المتوتر اتغير لما الوحش ظهر تاني قدام هاني ويو. فجأة هاني رد بسرعة وطلع مسدسه وبدقة رهيبة قضى على الوحش بطلقتين بس في مكانهم. بدأت تعرف نفسها على هاني ويو وقالت إنها البنت الكبيرة لعيلة هالي في بيسترود، وبسرعة بدأت تتواصل ليهم عشان يساعدوا أهلها. ورغم إن هانيو كان متردد في الأول، وافق في الآخر إنه اسمع حكايتها من غير تأخير. بتحكي إنها اتنفت من بيتها اللي بعد كده وقع ضحية لهجوم وحش. بتكشف عن قدرتها الغريبة في التحكم في المنع، ودي مهارة مش شائعة في سلالة قبيلتها الوحشية. واللي بيميزها أكتر هو براعتها في سحر متخصص اسمه بوصلة المستقبل، اللي بيديها لمحات عن أحداث ممكن تحصل في المستقبل. وهي بتشرح ظروفها بتتوسل بحماس لماهيجن إنه يساعد قبيلتها. رداً على سؤال ماهيجن عن اللي هيكسبه، بتشير إلى إن المنطقة اللي ناوي يروحها متغطية بضباب كثيف. بتقترح إنه وجود واحدة من أهل بحر الأشجار زيها كمرشدة ممكن يكون لا يقدر بثمن في رحلته. يوجين جورج إكسن بيقترح إن أخدها معاهم كمرشدة هيكون مفيد. هاجن وماكفيرد والثلاثة بينطلقوا للغابة. بكل سهولة بيقضوا على وحش ورا وحش. مع مرور الوقت هاجن وهيا بيتحدوا عشان يقضوا على خصوم كتير، وده بيدي القبيلة الراحة اللي محتاجينها. في ليلة المجموعة أخيرا بتستمتع بلحظة راحة. في الفترة الهادية دي بتبدأ هي الكلام مع هاجن وبتسأله عن أهدافه. هاجن بصراحة بيكشف عن رغبته اللي من قلبه إنه يرجع بيته معاك. رداً على إخلاصه بتعبر عن رغبتها هي كمان في مرافقة هاجن في رحلته. كمان أفراد قبيلة هاليا عبروا عن تصميمهم على إنهم ما يفضلوش ضعاف تاني. هاجن بيدي درس مهم وبيأكد على مبدأ البقاء يا تقتل يا تقتتل. أهل القبيلة بعد ما أخذوا القوة من المنظور الجديد ده اتشجعوا إنهم ياخدوا خطوة. هاجن بيأمرهم إنهم يروحوا يصطادوا وحوش، ودي خطوة بتدل على تصميمهم وعزيمهم الجديدة. هي وانتوا بتدخلوا في مباراة لا ودية، بس هي في الآخر بتعرف تخربش خدك. لعبهم ده بيتقطع بوصول هاجن وبيسألك عن أدائها. في اللحظة دي رجالة القبيلة بينضموا ليهم وشيلوا معاهم غنايم صيدهم الناجح، وبينضحوا بهالة نصر متعطشة للدماء. المجموعة بتروح للشجرة الكبيرة، وهناك بيكتشفوا نصب توزياري. جوه النصب بتفك شفرة أهمية الرموز الأربعة وبتعرفهم على إنهم آثار من متاهات تانية. الاكتشاف ده بيشعل قرار هاجن إنه يستكشف المتاهات الجديدة دي. بالإضافة لكده هاجن بيطلب من رجالة قبيلة هاليا إنهم يفضلوا ورا عشان يتدربوا، وده بيلمح لإمكانية احتياجه لمساعدتهم في المستقبل. التفاعل ده بيأشر لانتقال شرق آيلاند. دي نقطة ممكن تخلي حجم والهولي ترايف يكبروا ويتعاونوا مع بعض. بعد ما فكرت شوية افتكرت كلام أمها لما قالت لها إنها ممكن تقابل ناس جامدين قوي بره بحر الشجر ده. دلوقتي بقى بترجع للحاضر وبتطلب منكم تحترموا الاتفاق اللي بينكم وتوفوا بشروط الرهان عشان هي اللي كسبت في المبارزة الودية اللي عملتوها. بس حجمي بيرد وبيقول إنه مش ناوي يدي حاجة في المقابل. هي بترد على كلام حجمي ده وبتقول إن المستقبل لسه ممكن يتغير. بتشرح إن بالإصرار الواحد يقدر يغير مجرى الأحداث ويشكل مصيره بنفسه. الكلام ده بيوصلنا لمفاهيم القدرة والتغيير وبيعكس إيمانها بقوة الواحد في إنه يأثر على طريقه. في رايس وينج لارج حجمي والمجموعة بيدوروا على مدخل للتايهة، وانتوا بتستكشفوا هي بتكتشف حاجة مهمة قوي وبتنادي على حجمي وعليكم بفرحة عشان تقول لكم على اللي لقيته. هي لقت المدخل اللي كانوا بيدوروا عليه. أول ما دخلوا حجمي اتخانق مع شوية وحوش والفريق كله لقى له حجري. في رايس وينج لارج حجمي والمجموعة بيدوروا على فرصة عشان يتقابلوا، بس حجمي واصحابه رجعوا تاني لنفس الأوضة اللي بدأت فيها المغامرة بتاعتهم. في نفس الوقت في مملكة الهايلايت ممكن تعرف إن حجمي والإضافات اللي حصلت للتايهة كانوا جزء من الرحلة. حجمي والباقيين دخلوا أعمق في التايهة وقابلوا فخاخ كتير وعرفوا يتغلبوا عليها بمهارة. رحلتهم دي بتتميز بالتعاون وحسن التصرف وقدرتهم على إنهم يتخطوا التحديات الصعبة بسهولة. بعد رحلة طويلة في التايهة حجمي واصحابه رجعوا تاني لنفس الأوضة اللي بدأت فيها المغامرة بتاعتهم. في نفس الوقت في مملكة الهايلايت ممكن تعرف إن سفر إيكو قرب. بسبب قلقها ممكن تقرر إنها مش هتقدر تقعد ساكتة أكتر من كده وهتروح مع إيكو في الرحلة اللي جاية. كمان ممكن تحاول تفهم زمايلها في الفصل إن حجمي نجومه هو اللي أنقذ حياتهم. في نفس الوقت جوه التايهة حجمي وأصحابه وصلوا بالسلامة لعرين سيدتي، بس حجمي لاحظ وجود حراس قافلين الممر. عشان يتخطوا العقبة دي هو كلفها بمهمة إنها تتقدم قدام وطمنها إنه هو وإنتوا هتدخلوا لو الموضوع بقى صعب. بعد مواجهة مع الحراس حجمي ومجموعته عرفوا إنهم طلعوا يجروا ويتسلقوا بسرعة على منصة خشب عشان يوصلوا للدور اللي فوق. لما وصلوا للقمة حجيم واصحابه أخيرا واجهوا الست الكبيرة اللي قامت من الموت. حجيم راح في الموضوع على طول وقال لهم عايزين إيه؟ عايزين سحر قديم. كلام كتير دار بينهم والست الكبيرة سألت حجيم اللي خلاها يدور على السحر القديم ده.
حجيم رد وقال لها انه اتخطف واترمى في العالم ده غصب عنه بسبب كوي الزيمبينج بتاعها، وانه مصمم يستخدم السحر القديم عشان يرجع بيته. بس الست الكبيرة مرضتش تقول مكان السحر القديم فين، وده اللي ولع الحرب بينهم. طول المعركة حجيم وشلته عرفوا يغربشوا الست الكبيرة شوية، واكتشفوا ان دراعها معمول من مادة الانتيم بتاعته، وده اللي مخليها جامدة قوي. حجيم صمم يلاقي حل ولقى نقطة ضعف ممكن يستغلوها، قلب الست الكبيرة. بتكتيك متفق عليه، حجيم وهي ركزوا ضربتهم على نقطة الضعف دي وفضلوا يدكوا فيها بكل قوتهم. مجهودهم الجامد ده أخيرا جاب نتيجة، وغلبوا الست الكبيرة ووقعوها. وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة، الست الكبيرة وجهت لحجيم تحذير أخير وحذرته من العواقب الوخيمة لاستخدام السحر القديم، وقالت له إن قدره مرتبط بدور قاتل كوي زيمبينج. قالت الكلمتين دول والست الكبيرة راحة طلعت، بس فرحته ما كملتش، لأن حجيم وأصحابه دخلوا أوضة تانية واكتشفوا إن موت الست الكبيرة ده كان تمثيلية كبيرة. الست الكبيرة استخدمت سحر غريب ونقلت وعناها لجسم تاني وضحكت على الموت. وحجيم وهو بيحاول ياخد الكنز الكبير اللي الست الكبيرة كانت مخبياه عمل حركة غلط ووقع في فخ، وبسرعة وبدون سابق انذار الفخ اشتغل وطير حجيم وانتنيسا وهي بعيد عن مكانهم. المتاهة الخبيثة رجعت تثبت وجودها وسابتهم في موقف صعب. بعد ما توقدوا فكة من المتاهة، حجيم واصحابه لقوا نفسهم على شط بعيد، وبعد كده وصلوا الفندق مع سكة، وهناك حجيم راح للريسبشن عشان يحجز أوضة. في الأول حجيم طلب أوضة واحدة عشان التلاتة يقعدوا فيها، بس عنتنيسا قالت ممكن ناخد أوضتين أحسن، أوضة لحجيم وليانكي وأوضة لشيا. بس شيا قالت إنها عايزة تقعد في أوضة واحدة مع حجيم. الشرار طالع من مناقشة حامية بينك وبينها، والآراء عمالة تخبط في بعض والحوار داير. حكيم شكله بدأ يزهق قوي من إصرارها المستمر، وده بيوضح التوتر اللي سببها تصرفاتها. الراجل كشف عن نفسه وقال إنه إلوار شانج كبير نقابة المغامرين الأجانب، وكلم حكيم وإنت وهي وقال إنه محتاج مساعدتهم، وطلب من حكيم يسمع عرضه من غير تأخير. إلوار شانج شرح إنه محتاج مساعدة حكيم في إنه ينقي مجموعة مغامرين رايحين ناحية الجبال الشمالية، ومن ضمنهم ويل كوديدا الابن الثالث للكونت كوديدا. وطلب الأمير إن حكيم يعمل مهمة إنقاذ ويرجعه. حكيم وافق مقابل قرشين، بس حط شرطين خص قبل ما يلتزم بالمهمة. وأول شرط حطه حكيم هو إن إلوار شانج يعمل ليهم بطاقات تعريف ليه ولأصحابه، والشرط الثاني هو إن إلوار شانج يسمع كلام حكيم وينفذ أوامره وقت ما يحتاج. إلوار شانج وافق على الشروط دي، وبعدها حكيم وإنت وهي انطلقوا في رحلة ليك ناويين يكملوا بعدها ناحية الجبل. في الوقت نفسه في مدينة أور اللي على البحيرة، إيكو وأصحابها كانوا بياكلوا، بس إيكو كانت قلقانة قوي على شوميزو اللي غايب بقاله أسبوع ومرجعش. صاحب المحل قرب منهم وجاب لهم أخبار مش كويسة. المدينة بتواجه نقص في الأكل بسبب مشاكل منعت التجار إن هم يوصلوا للإمدادات الضرورية من الجبال. وفي وسط كلامهم وصل حد ما كانوش متوقعينه. حكيم وأصحابه انضموا ليهم. عيون إيكو نورت لما عرفت حكيم وجريت عليه. الغريب إن حكيم عمل نفسه مش عارفها وتجاهل إيكو تماما، والكل قاعد ياكل. حكيم مصمم يتجاهل إيكو مع إن إيكو عمالة تسأل عن سبب ظهوره المفاجئ. حكيم كان بيرد بإجابات مبهمة، وفجأة فارس معبد قاطع قعدتهم وتصرف بقلة احترام مع هيه. ردا على كده حكيم اتحرك بسرعة، قام من مكانه وخلص على الفارس بطلقة. يوكاكي افتكرت لما حكيم أنقذها من هجوم شيطان، وحكيم كلم إيكو بقية المجموعة ونصحهم إنهم ما يعطلوش طريقه، وفي المقابل وعدهم إنه مش هياخد أي إجراء عدائي. بعد الكلام ده حجيم وأصحابه مشيوا، والليل لما دخل أيكو قعدت تفكر إيه اللي خلى حجيم يتصرف بعنف كده، وخمنت إنه أكيد شاف بلاوي كتير هي اللي وصلته لكده فجأة. حجيم دخل أوضة أيكو بالراحة ومن غير ما تحس عشان يشرح لها ليه قرر ما يكملش معاها الرحلة. في الكلام مع أيكو حجيم فتح دفاتر تاريخ يورايك، حكى عن عالم غرقان في الحروب، وكشف عن لعب شيطاني من كينج مجنون، وعن وجع اللي حاولوا يحرروا الناس بس الناس في الآخر طردتهم. حجيم بدأ كلامه بحكاية عن اللي حصل بعد عصر الملوك القديم، زمن كان كله حروب ودمار، وشرح إن في الزمن ده كينج مجنون استغل مجموعة جنود اسمهم المحررين واستخدمهم زي ما يكونوا بيادق في لعبة وسخة، وبعد كده الناس انقلبت على المحررين دول ورمتهم في عزلة جوه المتاهات اللي هم بنوها. حجيم كمل كلامه عن اللي عملوه المحررين وإزاي عملوا اختبارات صعبة. اللي كان بينجح في الاختبارات دي كان بياخد قوة خاصة وبيبقى زي فارس لوحده. هدف حجيم الكبير هو إنه يلاقي طريق يرجعه لعالمه، وهو متأكد إن المتاهات دي هي اللي فيها الحل. وهما ماشيين حجيم قال إنه كان مستهدف بسحر معمول مخصوص عشانه من طلبة أيكو، وده اللي خلاه يقع.
وهما خارجين قابلوا طلبة ايكو اللي طلبوا يروحوا مع حجيم في رحلته، بس حجيم وقفت طلبهم. في وسط ده ايكو نفسها راحت لحجيم وقالت له انها لازم تعرف اكتر عن اللي حصل، ووعدته انها هتعمل بكل شروطه، واكدت له ان اول ما يخلصوا كلام هي وطلبتها هيبعدوا عن المجموعه. وهما ماشيين على الكباري ايكو قالت لحجيم ان شوميزو اختفى، ولما وقفوا حجيم طلع اورنيس، آلات بتدور على البني ادمين لوحدها. الآلات دي فيها احجار بتظهر اللي بتشوفه لحجيم. باستعمال اورنيس حجيم اكتشف حاجه مهمه، درع مكسور وشنطه مرميه، وده خلاه يدور اكتر في الموضوع ووصلهم لجبال، وهناك حسوا بوجود بني ادم مستخبي ورا شلال ميه. بتستغل قدراتها السحريه عشان تكشف عن ممر سري دخلهم جوه الاوضه السريه بيلاقوا ويل كوجيتا، وده كان الهدف الاساسي من مهمتهم. ازاي هتبادر وتقدم نفسك لويل وهتشرح له دورك في مهمه الانقاذ زي ما زعيم نقابه المغامرين الاجانب طلب منك. بس واحنا بنتكلم هنكشف عن الخطر اللي جاي من وجود التنين الاسود، وهنحس بويل وهو بيحس بالذنب بسبب موت صحابه، وده مخليه شايف نفسه ما يستاهلش يعيش. في اللحظه دي حكيم بيمسك ويل من ياقة قميصه وبيحاول يغير فكرته الغلط عن نفسه ونظرته السوداويه للحياه. وهم خارجين حكيم بيتقدمهم عشان يرجعوا للنقابه، فهتلاقى طريقهم بيتقطع بهجوم شرس من التنين الاسود. التنين بيستخدم نفخ النار بتاعه، وحكيم بسرعه بيعمل درع حمايه. قوه النفخه دي بتضغط جامد على درع حكيم، وده بينذر بان الدرع قرب يقع. لما بتحسوا بالخطر انت وهي بتنطوا عشان تساعدوا حكيم. بقوتكم المتجمعه بضربه سماويه قويه وضربه منها مدمره بتقدروا تشلوا حركه التنين مؤقتا، بس الوحش بيفوق تاني وبينتقم بضربه بتشل حركتها وبتوقعها على الارض. حكيم بياخد زمام المبادئة في مواجهه التنين، ولما بيحس بالخطر اللي جاي بيقول لايكو تاخد الباقيين وتهرب. ورغم المحاولات والاستراتيجيات الكتير الوضع لسه خطير. بعد هجمات متواصله هي بتوجه ضربه قاضيه بمطرقتها، وده بيوقع التنين. بعد التحقيق والاسئله بيكتشفوا ان التنين ده في الحقيقه تنين حزين، ومجهودات كجون في الاقناع التنين الحزين بتحكي قصتها اللي تقشعر البدن. بتشرح انها كانت بتهرب من بيتها ومن كتر التعب استخبت في الجبل، وهناك واحد لابس عبايه سودة قرب منها وعمل عليها تعويذه قويه خلتها عبده لارادته، ومن ساعتها وهي تحت تاثير السحر ده ومش قادره تتحكم في تصرفاتها. حكيم رغم توسلات التنين المولود مصمم انه ينهي حياتها، بس انت بتتدخل وبتوقف حكيم وبتمنع اعدام التنين المولود. التنين الحزين بتطلب من حكيم بالصلع انه يشيل القضيب المعدني اللي خدته جواها من شويه، عشان لو ما عملش كده هيحصل مصائب. التبعات لما ترجع لشكلها البشري. ومع التحول بنت التنين بتكشف عن هويتها الحقيقيه، تيو كلاريس، واحده من عشيره كلاريس من نسل التنين. بتشرح إنها وباقي نسل التنين بقيوا تحت سيطرة الراجل الأسود الشرير اللي ناوي يستغل قوتهم الجبارة عشان يشن هجوم على مدينة أور. كشف تيو بيجي بالتزامن مع قرب جيش الوحوش، وده بيأكد الخطر الرهيب اللي بيواجه المدينة. فلان هيسأل ويستعجب عن نواياه في ضوء الخطر الوشيك على المدينة، لكن حجيمي بيأكد إنه الدخول في حرب هيعرض سلامة فلان للخطر، وده بيلمح لعدم رغبته في التدخل. بوش قاطع. حجيمي بيبتدي يمشي وبين انه مش ناوي يقدم مساعدة ولا حتى ينبه مدينة أور للخطر اللي جاي. في نفس الوقت تصرفات تيو بتاخد منحنى مش كويس، وهي بتغرق في خيالات عن حجيمي وبتتعصب أكتر وأكتر من تصرفاتها. حجيمي بيرد بأنه بيشد تيو بعيد عنه من رجلها وبين عليه الضيق من حركاتها. باكو بتترجى حجيمي يساعدهم في حماية مدينتهم اللي في خطر من جيش الوحوش اللي جاي. حجيمي في الأول بيبان أنه مش راضي ورافض التدخل، لكن مع إصرار باكو في إقناعه عزيمة حجيمي بتلين، وفي الآخر بيوافق يساعد في الدفاع عن مدينة أور. القرار ده بيوحي أنه حجيمي لسه عنده احترام وتقدير لأستاذه القديم. بعد كده حجيمي وصحابه بينظموا المؤن لأهل المدينة وبيرتبوا لإخلاء الستات والأطفال لمكان آمن قبل هجوم الوحوش الوشيك. لما مايك بيقع حجيمي بياخد مكانه على قمة برج المراقبة وبيجهز ترسانته. خلال مراقبته سونو بتقرب من حجيمي وبتعبر عن امتنانها لمساعدته ليها في مقابلة فاتت في المتاهة. حجيمي بيدو كلمات تشجيع وشجاعة لسونو وهي بتاخدها في قلبها وبتكمل طريقها. بعد وقت قصير حجيمي بيحس بوجود تيو المستخبي وبينقضي عليها عشان تظهر. تيو بتعبر عن رغبتها في مرافقة حجيمي وحتى بتقدم لولائها الكامل، لكن حجيمي في الأول بيرفض عرضها. مع قرب الوحوش اللي بتزحفوا حجيمي بيحول تركيزه لأهل مدينة أور، بيبص ناحيتهم وبيلغي خطاب بيرفع من روحنا المعنوية وبيشجعهم. في خطابه الحجيم شارك كلام يشعل الحماس عن آيكو وحفز أهل البلد وأكد على أهميتها في مواجهة الخطر اللي جاي. وبعد كلمة عملاقة هزت الدنيا اتحرك بسرعة البرق ووجه الضربة القاضية الأولى اللي شلت حركة تنين شيطاني.
المعركة اشتعلت وبقت حرب كبيرة. الحجيم وتيو فيها أطلقوا ضربات ساحقة دمرت حشود الوحوش، بس طاقة تيو خلصت ودخلت في فترة راحة مؤقتة. والحجيم كمان كان بيعاني عشان طاقته السحرية بتقل. كرد فعل الحجيم استدعى موتوسيكله وانطلق هو وهي ناحية زعيم الوحوش عشان يواجهوه. وسط المعركة الشرسة الحجيم وهي قضوا على أعداد كبيرة من الأعداء. في وسط الاشتباك العنيف الحجيم لمح الراجل المتغطي بالسواد واقف بيتفرج من فوق تلة صخرية. الحجيم وهي قرروا يروحوا للراجل المتغطي بالسواد اللي كان راكب على ديب شيطاني، والحجيم بسرعة شل حركته ووقف تفرجه. مفاجأة صدمت الكل. الحقيقة اتكشفت عن هوية الراجل المتغطي بالسواد الغامض، وطلع ما هو إلا تشوميزو. تشوميزو كشف عن دوافعه لإشعال الفتنة وشرح إن نيته كانت يوري الناس عظمته. تصرفات تشوميزو خدته شمال ناحية الجبال، وكان ناوي يقبض على وحش. في لقاء مصيري عمل تحالف شرير مع الشيطان وختم عزمه على تصفية أيكو. وسط الأزمة اللي بتزيد أيكو متمسكة بإيمانها الراسخ في تشوميزو وبتمد إيديها بأمل ضعيف إنه يتصلح حاله. بالرغم من محاولتها تشوميزو مصمم على خططه الشريرة. التوتر وصل أقصى مدى لما تشوميزو شهر إبرة مسمومة بالسم وحوش قاتل ومسك أويكو رهينة وحط حياتها في خطر فوري. في لحظة عصيبة تشوميزو طلب من الحجيم يسلم سلاحه. فجأة مهاجم راكب على تنين هاجم من بعيد عشان يخلص على تشوميزو. روسية مجنونة اتخبطت واندفعت لقدام عشان تحمي أويكو من الخطر اللي جاي، وده أدى لإصابة هي وتشوميزو. المأساة زادت لما تشوميزو استخدم الإبرة المسمومة، وده سبب معاناة أويكو من أثرها. الحجيم بسرعة البرق استخدم قدراته العلاجية عشان يبطل مفعول السم على أويكو، وهي اتعالجت في الحال. وسط قوة تشوميزو اللي بتضعف الحجيم سأله، بيسأل عن نيته وبيتسائل إذا كان شوميزو شايفه عدو. شوميزو بيرد في آخر لحظاته بنفي قاطع، بينكر أي عداوة مع هيجويم، ومع ذلك هيجويم لسه مش راضي برد شوميزو، وفي الآخر بيختار يفشل يقتله متجاهل توسلات أيكو عشان يهدى. بعدين في رحلتهم على متن البريز انت وهي بتدركوا دافع هيجويم لإنهاء حياة شوميزو. بيعترفوا إن قرار هيجويم بإنهاء معاناة شوميزو بسرعة كان بدافع إنه يجنب أيكو إنها تشيل عبء موته. في نفس الوقت بتظهر بنت صغيرة مخطوفة، وده دليل واضح على احتمال وجود مشاكل. في الوقت نفسه في بلاد برا بنتقابل بفرح مع كبير النقابة إلوير. هيجويم بينتهز الفرصة ويطلب وضع جديد لتيو. بعد كده انت وهيجويم وهي وتيو بتتجمعوا في أوضة. هيجويم واقف جنب الشباك وبيلاحظ شخصيات مريبة بتتربص في الشوارع بتراقب النقابة. وأثناء الحوار هي بتفكر كلام أبوها عن حدود حتى قوة الملك ونهاية مكايده الشريرة في النهاية. كمان تيو بتفكر قرارها بالتطوع على مهمة التحقيق في الكائنات الفضائية لإيمانتها بالتأثير الكبير اللي ممكن يكون ليها على عوالمهم. في اليوم التالي هيجويم بياخد شي في جولة في بلاد برا، وبناء على اقتراح شي بيروحوا حوض السمك. في حوض السمك بيقابلوا سمكة بتتكلم اسمها ليمون. هيجويم بيسأل ليمون بفضول عن وجوده في حوض السمك. ليمون بيقدم تفاصيل عن رحلته الشخصية وازاي اتحبس في تيار تحت الأرض وفي النهاية لقي نفسه محبوس جوه حوض السمك. ردا على كده هيجويم وشي بيخططوا عشان يحرروا ليمون من سجنه المائي. بيشتغلوا مع بعض وبينفذوا خطتهم وبينجحوا في إطلاق سراح ليمون من حوض السمك وبيطلقوه سراحه في نهر قريب. بعد وقت قصير من إطلاقه في النهر ليمون بيخبر هيجويم وشي إنه شاف بنت صغيرة باين عليها إنها مضطرطة في صفقة مشبوهة، وده دليل على وجود تجار رقيق في المدينة. بينصحهم ياخدوا حذرهم. في طريق عودته حواس هيجويم القوية بتخليه يكتشف وجود طفل في المجاري بيحبها وهي من قلبها بتفني نفسها في كل حاجة بتعملها. وهو ماشي شاف في المجاري عيل صغير وشاله ورجع بيه، والعيال فتحت عينها. عرفها بنفسه، ولما سألها عرف إن اسمها مو. بعد ما أنقذ مو اهتم بيها وبأكلها ونظافتها. في نفس الوقت يومان تيو كانوا لسه بيتكلموا عنهم. فهم إن اللي خطفوا مو هم نفس تجار العبيد اللي لمعن حكى عنهم، وقعدوا يتناقشوا في الموضوع ده بالتفصيل. قرر ياخد مو ليسلمها لحرس المدينة عشان يضمن سلامتها ورعايتهم ليها. وهو ماشي بعد ما ساب مو مع الحرس سمع صوت انفجار جامد جاي من نفس المكان اللي سابها فيه. جري على هناك لقى رسالة مكتوبة على الحيطة بتطلب حضورها، البنت الأرنبة اللي شعرها أبيض، مقابل سلامة مو. بسرعة وخوف اتجمع هو وهي مع يومان تيو وشرحوا لهم الوضع الخطير وطلبوا مساعدتهم عشان ينقذوا مو من الخاطفين. بعزيمة قوية هو ويوشي وتليو انطلقوا في مهمة عشان يواجهوا ويقضوا على أفراد العصابة اللي خطفوا مو. طريقهم كان مليان بالسرعة والقسوة وهم بيدمروا عملية تجار العبيد دي بالكامل.
وصل أتيرو لزعيم العصابة وما ترددش لحظة، قضى على الزعيم وأنقذ موه وضمن سلامتها. طلع بيها لفوق في السماء، ويوشي دمروا معقل تجار العبيد وما سابوش أثر لأعمالهم الشريرة. بعد ما الهدوء رجع نزل مو عشان تقابل يومانتيو، وهما بيتكلموا مو حست برابط قوي معاه وقررت تناديه بابا، وده أكد العلاقة المميزة اللي بينهم. بعد شوية المجموعة سافرت على الكباري، وشي سايقة الموتوسيكل بتاعها جنبهم، وهم قربوا من مدينة هارد الحدودية. مو لاحظت انه متضايق وسألته ماله، قال لها انه زار المدينة دي من 4 شهور. أول ما وصلوا راح للوبو فيس وسلموا جواب من إلوا. الجواب ده بيتكلم عن إنجازاته الأخيرة وأعماله البطولية. بص بقى، حكاية بطولة بتبين إنجازاته. فجأة إيهاب ظهر جري جايب خبر هجوم شياطين على المتاهة، باين عليه إنه مرتاح قوي، وكمان الجوهرة نجت. من غير كلام كتير إيهاب راح لحجيم وبحرقة طلب منه يساعدهم ضد خطر الشياطين، وبيأكد له إنه الدنيا هتتخرب لو ما تحركوش. في نفس الوقت شوية أبطال متجمعين بدوروا في المنطقة على الوحش اللي دخل، وبيتبعوا أثر دم الوحوش، وهم بيحاولوا يفهموا الوحش ده عايز إيه. شيطانة ظهرت وبتتحدى الأبطال يسلموا نفسهم ويندموا ليها. عشان تزود الطين بلة كشفت إنه واحد منهم خلاص وافق على عرضها، بس كوكي وأصحابه مش مصدقين كلام الشيطانة ودخلوا خناقة على طول مع الوحوش اللي بتقرب. الخناقة اتقلبت لمصيبة وشيزوكو وقعت بسرعة. بالرغم من محاولات الأبطال الجامدة، أنا شايف إن الوحوش دي أقوى بكتير. الأبطال عرفوا يعوروا واحد من الوحوش، بس الشيطانة عالجته بسرعة بسحرها، وده بيورينا قد إيه تحدي كبير. شيزوكو فهمت الوضع وقالت لإيهاب يروح يقول للرئيس مالك باللي بيحصل، ودي مقابلة هتوصل إيهاب وحجيم ببعض. والأبطال لسه بيتخانقوا مع الوحوش الجامدة دي. طاقة فجأة ظهرت لكوكي وخلته يستخدم ضربة القاضية وموت بيها واحد من الوحوش. وسط الفوضى دي تنطعوي مات على إيد الشياطين اللي ما بيرحموش، ويا خسارة. شيزوكو جريت على كوفي وبتكله يفهم إنه ما فيش فايدة وإن الشيطانة دي أقوى منهم بكتير، وادته قلم جامد عشان تفوقه وتحاول تقنعه يهربوا. في نفس الوقت إيهاب بيجري عشان يقول للرئيس مالك على اللي بيحصل، ومن غير ما حجيم يعرف شيطان بيجري وراه. الرئيس مالك وقف قدام الشيطان بشجاعة وقال لإيهاب يجري وهو هيتخانق معه. وفي نفس الوقت فوق الجبل المنطقة وحجيمي خايفين على صحابهم قوي وبيفكروا إن ممكن يسلموا نفسهم للشيطانة. وسط التوتر ده الرئيس مالك ظهر وهو متبهدل ومتعور، ويا عيني مات. الست الشيطانة وصلت وبكل قسوة قضت على حياته قدام عيون الأبطال. وسط اللخبطة دي شوية عمال على قدهم قرروا يساعدوا في إنقاذ صحابهم، بس الحاج حازم بكل حزم قال لإندو إن الناس دي غربة عنه ومفيش أي رابط قوي يربطوا بيهم. المعركة دايرة وكوكيز فجر قوته القصوى مرة تانية وقدر يصيب الست الشيطانة. فعل القتل ده غرق كوكيز في حزن عميق وخلاه باين عليه إنه مهزوز وضعيف للحظات. الوحوش اللي حواليه استغلوا ضعفه ده وهجموا عليه بكل شراسة لحد ما غلبوه وفقد وعيه. في نفس الوقت في النقابة اندو مصمم يقنع الحاج حازم انه يساعد. ذكريات الماضي اللي بينهم هزت الحاج حازم، وفي الاخر وافق انه يقدم المساعدة للابطال اللي في خطر. في نفس اللحظة شيزوكو اظهرت شجاعة مش طبيعية وواجهت الوحش الضخم ده وش الوش، بس شجاعتها دي كلفتها كتير واتصابت اصابات خطيرة. في لحظة حرجة كاوري تريت على شيزوكو عشان تساعدها وحاولت تحميها من اي اذى تاني، بس الوحوش الشرسة قدرت تخترق الحاجز اللي بيحميهم وعرضت شيزوكو وكاوري للخطر. فجأة النجدة جت من مكان محدش كان يتوقعه، وعمود حديد نزل من السماء بدقة متناهية وقسم الوحوش اللي كانوا بيهددوا كاوري وشيزوكو نصين. لما تراب هدي الشخص الغامض اللي أنقذهم في الوقت المناسب ده كشف عن نفسه. الحاج حازم وصل وهم بيهربوا من الجبل. الحاج حازم جات في دماغه فكرة، راح جايب المدك بتاعه اللي العصيان الطويلة بتاعته مصنوعة من خام مضغوط ومتغطية بمادة الأنتيوم بتاعته. استخدمه كأداة مؤقتة وحفر حفرة ونط منها بأسلوب مسرحي معلنا وصوله لأرض المعركة بكل فخر. ظهور الحاج حازم المفاجئ ده صدم كل اللي شافوه. الحاج حازم بدأ يوزع المهام على أعضاء فريقه بكل دقة، واحتفظ لنفسه بالمهمة الصعبة بتاعة مواجهة الشياطين والست الشيطانة لوحده. وسط الفوضى والضرب الحاج حازم انخرط في هجوم شرس ضد عدد كبير من الوحوش، وأظهر مهاراته القتالية الخارقة حسب وجود أعداء متخفيين ومش باينين، وبدأ يقضي عليهم واحد واحد.
بالرغم من خوف الست الشيطان المتزين. وسط الخوف والرد على هجوم هجيم الشرس هو ثابت وبإصرار بيقضي على حشود الوحوش اللي ما بترحمش. الأبطال منبهشين من المنظر المهول اللي بيتفرد قدامهم وبيخليهم يتساءلوا عن هوية الوافد الجديد الغامض. أندو بياخد المبادرة وبيكشف إن الشخص ده هو فعلا هجيم هافيومو، نفس الشخص اللي وقع من الكوبري. هيامي مش مصدق، خصوصا إنه كان متورط في وقوع هجيم، بس أندو بيأكد لهم إن لوحة الحالة بتاعت هجيم أصلية، وبكده بيزيل أي شكوك متبقية. في وسط المعركة الفوضوية يو بيتحدى هيامي بشكل مباشر وبيسأله عن نوايا تباع أفعال هجيم. في خضم المعركة هجيم بيحقق إنجاز كبير بالقضاء على معالج السيدة الشيطانة، وبكده بيعطل قدرتها على تضميد نفسها وحلفائها الشياطين. كرد فعل السيدة الشيطانة بتستدعي ثعبان عشان يشن هجوم على شيزوكو. بحركة سريعة ودقيقة هجيم بيرمي سيف لشيزوكو وبيسمح لها بتقطيع الثعبان بسهولة، والسيدة الشيطانة بتحاول تهرب لكن هجيم بيعترض طريقها بسهولة وبيمنعها من الهروب. وبيشرح إنه استنتج إن الوحوش اتخلقت عن طريق سحر قديم، وإن الجنس الشياطين اكتسب القدرة على استخدام السحر ده عن طريق غزو متاهة مرعبة. في اللحظات اللي بعد كده هجيم بيجهز نفسه لمواجهة والقضاء على السيدة الشيطانة. في وسط الفوضى اللي حصلت بعد المعركة كوكي بيحاول بكل إخلاص إنه يعيق تصميم هجيم الثابت. بالرغم من توسلات كوكي الصادقة هجيم بيفضل ثابت وبيسحق توسلات أصحابه القدام، وبيتجاهل اعتراضات كوكي وبياخد تاكس قرار حاسم وبيرفع سلاح وبينزل ضربة قاضية بتنهي حياة السيدة الشيطانة. الجو بيتحول بعد كده لتاني بوسي ومالد واللي شي بتعتني بيهم بمهارة. في أعقاب المحنة الشديدة دي المشاعر بتكون قوية وبتدفع كاوري إنها تقرب من هجيم بمزيج بين الراحة والامتنان والعاطفة. طول اللحظة بيخليها تعنقب قوة، ودي لفتة بتعبر عن ارتياحها الشديد لنجاته. والفرقة بتبدأ رحلتها للعودة، وتوتر لا يمكن إنك تنكره بيكون معلق في الهوا بين هجيم وكوكي. الاضطراب اللي مش مفهوم بينهم مستحيل تجاهله. بحس مرهف هجيم بيكتشف غضب كوكي اللي بيغلي نتيجة موت السيدة الشيطانة، وفي لحظة محورية هجيم بيواجه كوكي وبيخاطب الأساس من البداية. الخلاف اللي كان بيغلي بينهم الحجيم بكل وضوح بيعيد تعريف علاقتهم، بيكشف عن مبادئه وبيقول إنه ما بيرحمش حد، وده عكس تماما أخلاق كوبي. إعلان الحجيم القاطع ده بيمثل قطيعة نهائية في صداقته مع كوكي، تحول مرفوض، وبيحذر كوكي إن معارضته ممكن تؤدي لمواجهة ما بينهم. بعد المعركة الحجيم بيتفاجئ بالجيش الكبير اللي قاده له. في الجو المتوتر ده كايوري بتجمع شجاعتها وتعبر عن حبها للحجيم ورغبتها في مرافقته. الحجيم بيرد بلطف وبيكشف إن قلبه ملك ليوهي، ومع اعترافه بمشاعر كايوري بيأكد على الرابطة اللي بتربطه بيوهي وبيسيب كايوري تواجه اختياره. بتقاطع كلامهم وانت بتدخل وبتدعي كايوري ترافقك بطريقة فيها لعب شوية. بتقبل تحدي كايوري الضمني وبتخلق إحساس خافي بمنافسة ما بينكم. في الوقت ده الحجيم بيبدأ يمشي وبيبلغ كايوري بالرحيل الثالث زي ما كان مقرر في اليوم اللي بعده. وعلى خلفية مملكة الضوء لحظة ذات مغزى عميق بتتجلى. البابا تشتار بتنقل الملك هاكرس قرب عودة الأبطال، ويدوب الخبر المهم ده بيوصل إعلان مدوي بيمنى الجو وبيعلن عن وصول البطل الوشيك. وفي أعقاب الإعلان ده حماس الأميرة ليليانا بيتفاعل قدام بحيوية لا يمكن إنكارها. ومع مرور الوقت تشيزوكو بتقرب أكتر وبتدخل نفسها في حوار بيتعمق في تفاصيل شؤون المملكة. وفي الحوار ده تشيزوكو بتخبر ليليانا إن كايمي اختارت بحزم إنها تفضل جنب الحجيم ناجومو. الخبر ده بيثير تفكير في قلب ليليانا وبيشعل تأملات في تداعيات محتملة في عالم كوبي. وتشيزوكو حريص على تهدئة مخاوف ليليانا، بتأكد على تصميمها الثابت على إنها تتعامل بالتأكيد مع أي تيارات ممكن تظهر مع كوكي. قريب تشيزوكو بتذكر إن الحجيم ناجومو فضل يدور على طريقة تانية عشان يرجعوا لعالمهم. وفي الوقت نفسه في الصحراء القاتمة الحجيم ورفاقه بيقطعوا الرمال في عربية. وقريب جوه العربية نقاش بين كايوري وإنت بيشتعل بخصوص الحجيم وبيزيد تدريجيا، وكل واحد فيكم بيحاول يجذب انتباهه وبيخلق جو من المنافسة، والتوتر بيتصاعد لحد ما زمايله في السفر المستجوبين حاولوا يهدوا الوضع وفكروا الناس بوجود ميو وطلبوا منهم ما يتخانقوش قدامها. في الآخر كاوري ويو سمعوا الكلام والتوتر خف، بس الهدوء ده مدامش. فجأة حجيمان حس بحاجة غريبة قدامهم. فجأة دودة رملة طلعت من تحت الأرض بالظبط قدام عربيتهم بريز، وديدان رملة تانية طلعت وجريت ورا بريز بتاعت حجيمان، وهو بذكائه ضرب صاروخ وضع على الديدان اللي كانوا بيطاردوه. بس مجموعة أكبر من الديدان اللي قدامهم حست بيهم وبدأت تجري وراهم. حجيمان استعمل المدفع اللي على بريز وقدر يقضي على الخطر الجديد ده كمان. شوية كده هما ماشيين شافوا واحد شكله الديدان الرملة مركزة عليه، فهجيمان قرر يشوف الموضوع وقال لميو تفضل جوه بريز عشان أمانها،
وهو والباقيين راحوا يشوفوا ايه الحكايه. كاوري قربت من الراجل واكتشفت ان عنده طاقه زياده خطر. حاولت تعمل اي حاجه عشان تقلل الطاقه دي، بس محاولاتها ما نفعتش. باستعمال قدرتها على الحركه، كاوري قدرت تسحب الطاقه الزياده من جسم الراجل وحولتها للخاتم الكريستال المقدس اللي حاجيمان كان اديهولها. بمجهودها كاوري قدرت تعدي الازمه وتثبت حاله الراجل، بس كانت حريصه جدا، خافت انها لو سحبت الطاقه الزياده ممكن الراجل يموت من نقص الطاقه. وهم بيتكلموا، حاجيمان اقترح ان كاوري تعمل فحص شامل ليهم كلهم عشان لو في اي امراض في الجو يعرفوها بسرعه. وهم بيتفقوا، الراجل بدأ يرجع لوعيه بالتدريج. بعد ما اخدوا رأي بعض قرروا يدعوا الراجل ده يركب معاهم جوه بريزة عشان يكون في مكان أأمن ويقدروا يكشفوا عليه كويس. الراجل ده اللي اسمه باي قال كلمتين 3 وعرف نفسه انه ابن الدق لونز وانه من مدينة الدق حاجي، وبالصدفة المدينة دي هي اللي صاحب حاجي رايحها. حاجي شرح ان المدينة بتاعته اتسممت بسم خلى الطاقة تزيد عند الناس، وقال ان في علاج ممكن يكون موجود عبارة عن حجر ثابت جوه بركان برون. بيس بيتوسل له هنجيم يساعده بجد، وهنجين طبعا وافق يجيب الحجر الساكن عشان ينقذ بلدة أنكاجي اللي فيها مشاكل. فريد بيحكي لمايكل عن الهزيمة اللي أكلها من خصومه واللي خسر فيها خسارة تقيلة، وبيأكد عليه إنه لازم يجيب قوة سحرية جديدة من عصر الكينج عشان يقوي نفسه. وكمان فريد مصمم ينتقم لموت كاتريا، وبيطلب من مايكل أخوه السند يحافظ على البيت في غيابه وهو بيدور على قوة. بعد ما وصلوا مدينة أنكاجي، هنجيم وأصحابه راحوا على المكان. هنجيم راح للروسوي على طول وقال له إنهم جايين يساعدوا المدينة، وأول ما وصلوا الموقع استعملت قوتها السحرية وعملت بحيرة مية. هنجيم رمى قنابل يدوية بذكاء على طرف المية عشان يطلع الوحش المستخبي اللي ملوث المية. فضل هنجيم يحدث قنابل كتير في المية، وفي الآخر كائن اللزج طلع من تحت المية، وده أكد إنه هو اللي ملوث المية. عشان الوحش اللزج ده يطلع، المية فضلت ملوثة شوية، بس طمنهم إن الواحة هترجع نظيفة زي الأول بالتدريج عشان المية الحلوة كتير. في الوقت ده لونغ سوي بيشكر هنجيم على المساعدة اللي قدمها، واعترف إنه بقى مديون لهنجيم. وبعدين دخل القاعة وأعلن قدام الناس إن مجموعة هنجيم هيساعدوهم بالرحلة لبركان جرون عشان يجيبوا الحجر الساكن. بعد كده كاوري خدت مسؤولية إنها تقعد عشان تاخد بالها من ميو، وده سمح لباقي الفريق إنهم يطلعوا رحلتهم لبركان جرون عشان المهمة. مع مرور الوقت هنجام وفريقه متجهين ناحية مدخل بركان جرون. أول ما دخلوا الكهف، هنجيم شاف تكوينات معدنية متعلقة في حيطان الكهف، وتسائل إذا كانت دي هي الحجر الساكن. لما قرب وبص كويس اكتشف إن المعادن دي مجرد حصى صغير، وده معناه إن حد تاني كان جه وخد الحجر الساكن الأصلي. عشان يجيبوا المعدن اللي عايزينه، هنجين قرر إنهم لازم يدخلوا جوه البركان أعمق. وهم ماشيين كورة نار جت ناحيتهم بسرعة، بس هي بسرعة أفضلت مفعولها بقوتها اللي بتتحكم في الفضاء وبددت الخطر. وزيادة في الدهشة، ثور نار ظهر قدام هنجيم وفريقه وهم استعدوا للمواجهة. بسرعة البرق خطت لقدام وهجمت على العدو الناري، وبضربة واحدة قوية قضت عليه من غير مجهود. بعد المعركة دي الجماعة خدت نفسهم شوية عشان الحرارة اللي بتزيد بدأت تأثر عليهم، وهم بيرتاحوا تيو رمى كلمة ليها معنى الحجيم، وقالوا إن الاختبارات دي ممكن تكون من تخطيط المتاهة الكبيرة عشان تختبر قدرته على التركيز في الظروف الصعبة وإزاي هيتصرف لو اتفاجئ بهجوم. الفكرة الجديدة دي خلت حجيم يفكر تاني في طريقته وفهمه للتحديات اللي بتواجههم. في لحظة حجيم وأصحابه ركبوا مركب عشان يعدوا في نهر من الحمم البركانية. فجأة المركب بتاعهم وقع من اللي كان شكله شلال حمم ورمتهم في نهر الجدران بتاعته مليانة أحجار كريمة. منظر الأحجار الغالية دي وهي بتلمع في الصخور خلاهم مبهورين، وده كان إشارة لنجاح مهمتهم. من غير تردد حجيم ركز نظره على الجزيرة اللي قريبة، بس فجأة لقى نفسه في هجوم من تعابين طالعة من تحت الحمم. بسرعة حجيم فهم الخطر واستخدم الذخيرة الخاصة بتاعته عشان يقضي على الزواحف اللي بتهددهم. اللي فاجئوا إن التعابين اللي اتهزمت رجعت تاني وبقوة أكبر. حجيم فاهم طبيعة التحدي، عشان ياخدوا ال100 جوهرة اللي نفسهم فيها لازم يقتلوا 100 تعبان. تيو وهيه وأنت استغلوا الفرصة ودخلوا في منافسة حامية، وكل واحد بيحاول يسبق التاني في قتل التعابين. بعد محاولات كتير كل واحد في الفريق أظهر قوته القتالية وإصراره على إنه ياخد الجواهر. وسط الهصة دي الثلاثة المنتصرين انتصروا على هجوم التعابين وقللوا عدد التعابين بشكل كبير. في الآخر آخر التعابين اللي فاضلة كانت مجرد 5، ويا دوب حجيم كان بيجهز المسدس بتاعه عشان يخلص على آخر تعبان، نور مفاجئ وضربه بقوة رهيبة. الضربة دي خلت حجيم يفقد الوعي ويقع في الحمم البركانية اللي تحت.
بسرعة ايد بشرية خطفته وانقذته، بس النور الغامض ده فضل يدمر كل حاجة حواليهم. بكل قوة وإصرار أنت قررت تحمي حجيم ووقفت تدافع عنه وسط الفوضى عشان تطلع على في قلب الحدث. مبهورين بنجاة الجوهرة من قوة أورانوس والنفخة، حكيم بيرجع لوعيه ويدخل في حوار مع فريد. فريد بيبدأ يعرف نفسه لحكيم والباقيين وبيكشف عن هويته كرسول الملك. فريد بيأكد إنه هدفه يعاقب اللي بيتسموا كفار، واللي في الحالة دي بيشملوا حكيم وفريقه. مع تطور الكلام حكيم بيعلن بجرأة إنه فريد عدوه عشان واقف في طريقهم، وده بيشعل مواجهة شرسة. فريد بسرعة بيستخدم شق كوني عشان يظهر ورا حكيم ويوجه له ضربة. في نفس الوقت تيو بتدرك بشدة الحاجة الملحة للتدخل عشان خاطر سيدها حكيم. بتفتكر بوضوح تحذير أبوها عن إن التنين الحداد بيتشافوا كأعداء للملك، ومدركة إن هاي غلطة ممكن تؤدي لهلاك حكيم. لما بتستوعب خطورة الموقف تيو بتمر بتحول ملحوظ وبتتحول لتنين أسود مرعب بعزيمة قوية لمواجهة فريد مباشرة. فريد لما حس بالخطر الوشيك اللي بيمثله التنين الأسود المخيف حسب بسرعة إن التراجع التكتيكي هو القرار الأكيد، معترفا بالخطر المحتمل وإمكانية هلاكه المشؤومة. لكن خروجه المتسرع بيتوقف فجأة لما حكيم بينطلق للعمل بعزيمة شرسة وبيشن وبل متواصل من الهجمات القوية على فريد. المعركة اللي بتتبع بتكون شرسة بلا هوادة، وعلى الرغم من جهودهم الشجاعة فريد وتينانينو المرافقين بينجحوا في النهاية في الهروب من المعركة. على الرغم من انتصاره حكيم بينتهي به الأمر مستنفذا لطاقته وبيترنح بشكل خطير بالقرب من الهاوية والحمم البركانية لتحت. وبينما بيبدو انه حيقع تيو بتنقذ وبتطير في الهواء عشان تمسك حكيم في نص الهواء وبتمنع مصيره اللي ممكن يكون كارثي. فريد بيعترف انه ممكن يكون قلل من امكانيات حكيم الحقيقية. على الرغم من الاعتراف ده فريد بيفضل ثابت في عزمه على القضاء على حكيم. مع تصاعد التوترات فريد بيدمر حجر الزاوية وبيشعل موجة من الحمم البركانية اللي بتبدأ ترتفع بشكل تهديدي. في مواجهة الموقف الرهيب ده حكيم بيضع خطة جريئة، بيحث تيو إنها تهرب من خلال السقف وبتوصل رسالة مؤثرة لكاريو ميو: مجرد أشوفكم بعدين، بسيطة لكن من القلب. تيو بتوافق وبتستخدم مهارة تحويل الألم بتاعتها وبتعزز قدراتها عن طريق توجيه الألم. طايرة زي الصاروخ لفوق السطح، تعلى تيو دي ما فلتتش من عين فريد، خليته يجري وراها عشان يخلص عليها. بس فجأة ترسانة جحيم انفجرت، عملت زلزال مدمر جوه الجرج البركان. الهزة هزت الدنيا حواليهم زي ما تكون النهاية اللي كانوا مستنينها. في مملكة النور ليليانا بتراقب شيزوكو وهي بتتمرن بجد، والمشهد ده رجعها لذكريات معركتهم الأخيرة ضد الوحوش. تركيز شيزوكو اتقطع اللحظة لما قطة حبوبة عدت من قدامها وجريت. لما شيزوكو لفت لقت ليليانا جاية ناحيتها. ليليانا سألت عن كوك اللي مش موجود وبدأت تتكلم مع شيزوكو وقالت لها إنها عارفة مين اللي مصاحبها دلوقتي. وسط الكلام ليليانا فتحت موضوع مقلق، وهو الكلام اللي داير عن إنهم بيقولوا على جحيم ناجومو إنه كافر. في نفس الوقت في الغابة هايامي سمع صوت غريب، صوت ست مش باينة. الصوت ده حاول يتكلم مع هايامي بس هو رفض يسمع كلامها. عشان تغريه الصوت عرض على هايامي عرض تاني، فكرة إنه يرجع الأميرة. الصوت كمل كلام وقال إنه مش بيأمره بس بيقترح عليه صفقة. في الصفقة دي الطرفين هيكسبوا، هايامي هياخد اللي هو عايزه وصوت الست هيحقق اللي هي عايزاه. بسرعة البرق تايا جريت على مملكة النور. أول ما وصلت رجعت لشكلها البشري وواجهت كاوري. كاوري كانت قلقانة وسألت جحيم فين بقية المجموعة. تايو طلبت منها تهدي. في الآخر تايو طمنت كاوري وقالت لها إن جحيم وبقية الناس هيوصلوا قريب، ووصلت رسالة جحيم: هنشوفكوا قريب لكاوري وميو. في وسط كلامهم تايو وكاوري اتفقوا على خطة، هيروحوا يجيبوا جحيم وبقية الناس من بركان الجرجون وبعدين هياخدوا ميو عشان تتقابل مع مامتها وإيريسون. في نفس الوقت جحيم وانتوا بتتكلموا عن الظروف اللي خلتكم تهربوا من بركان الجرون، يا ترى كانت حلوة ولا وحشة؟ في تفكيرهم جحيم افتكر تفاصيل خطة الهروب من اللافا اللي كانت هتنزل عليهم والمواقف الخطيرة اللي واجهوها. بعزيمتهم حكيم واصحابه وصلوا الباب بيودي الأوضة فيها دايرة سحرية كبيرة لفتت نظرهم. لما حكيم ومعاه يو وشيا وقفوا في نص الدايرة ظهرت قدامهم رسالة مكتوبة: يا رب مستقبل البشرية يكون مبني على حرية الاختيار. يو ساعدها اكتشف دليل على اللي عملوه، وحكيم اقترح خطة جريئة للهرب وهي انهم يعوموا في اللافا، وقال لهم انه مصمم غواصة تحت المية ودي اللي هيستخدموها في الرحلة الغريبة دي. بس مع الوقت حكيم حس ان في حاجة غلط وعرف ان الموضوع مش بركان، ده قوة خارجية بتشدهم لتحت، وده خلاهم يقرروا يبعدوا عن أنكيجي عشان القرب منها مش هيكون أحسن حاجة.
وفي الآخر وصلوا لوش المحيط ولقوا نفسهم بره. فجأة حكيم والمجموعة اتقابلوا مع شوية كائنات بحرية، بس حكيم عرف يتصرف معاهم بمهارة. وفجأة مو وتيو وشيا ظهروا من السماء. اللمة كانت مؤثرة وكلهم كانوا فرحانين إن حكيم بخير. وهم مكملين رحلتهم في المحيط وصلوا لمدينة إيريسون. هناك حكيم ورى دليل انفصاره بتاعه، وقائد المدينة أكد إن مهمتهم تمت بنجاح. حكيم راح مع مو عشان يرجعها لأمها ريميا. مو حضنت أمها جامد، واللحظة دي أثرت في كل اللي شافوها. حكيم بالراحة رفع ريميا عشان يساعدها في رجلها اللي كانت تعبانة. كوري اهتمت بجروح ريميا وقالت لها إنها لازم تقعد تحت رعايتها يومين على الأقل عشان تطمن عليها من أي مضاعفات. ريميا شكرت حكيم عشان رجعها لمو، وكلام جاب كلام لحد ما وصلوا الموضوع إن حكيم يقعد مع مو. وفي الآخر قرروا إن حكيم هيكون أبو مو من دلوقتي في مملكة الضوء. يجاشي قابل إيكو ويتكلموا عن إزاي حكيم وبومو أنقذوهم كل يوم. وفي وسط الكلام يجاشي سأل إيكو عن تفاصيل تعافيها من الإصابات، ولاحظ تغيير في تصرفات إيكو وشك إن في حاجة كبيرة حصلت بينها وبين حكيم وبومو. يجاشي حس بالفضول وضغط على إيكو عشان تحكي له عن مقابلتها مع الملك. إيكو كشفت إن حكيم وبومو دلوقتي بقى رسميا متوصم بيه الزندقة من السلطات. ياجاشي بيربط النقط وبيقول إن توصيم حجيم بالزندقة معناه إنكار إلهة الخصوبة نفسها. أيكو بتتفق معاه في التفسير ده، وبتضيف إنها لاحظت إن تصرفات الملك وباقي المسؤولين كانت غريبة شوية. ولما تعمقوا في كلام أيكو كشفت إن هاجولاجو ما صرحهاش بحاجة بخصوص عبادة إلد كينج في الكنيسة، والكشف ده شكله مهم ومخلي أيكو حاسة بقلق وشك في طبيعة معتقدات الكنيسة الحقيقية. وهم واقفين على حرف الجر في عزلة هاجيون بتتقطع بوصول باقي المجموعة. الأج بتاعه بيطلع دليل الانتصار اللي خده من جرون وبيوجهه ناحية القمر. نور مفاجئ بيطلع من القلادة وبيعمل شعاع نور. المكان بيدي إحساس مشاعر مش بس للأج بتاعه لكن كمان لهاجين واللي موجودين. بعد كده وهم ماشيين في كهف بمركب هاجين، إحساس مفاجئ بيجيله، بيحس بوجود حاجة بتقرب وبيتحرك بسرعة. هاجين بيقرر يختبر سلاحه، بيوجه صاروخ ناحية الخطر اللي بيقرب وبينجح انه يوقفه. بعد شوية هاجين واصحابه بيلاقوا رمز النجمة الخماسي الخامس. من رغم من كده هاجين بيختار يستخدم النور اللي فاضل في القلادة عشان يفتح المدخل، واول ما بيدخلوا المركب بتاعتهم بتخبط في المية، شلال مية بينزل، بس هاجين وسط انه كايا هتعرف تتصرف. وهم ماشيين تحت المية العمق بيزيد، فهاجين بيشيلك على كتفه والباقيين بيهزروا، وده بيخليكي تنفجري في كاري، وده نادر منك. رحلتهم بتوصلوا لمخلوق جلاتيني، فأوكايا بتجري وتهجم عليه، بس للأسف مجهوداتها ما بتجيبش نتيجة ضد العدو العنيد. تفكير هاجين السريع دي يخليه يعمل قبة حماية عشان يحميهم من المادة اللي شبه الجيلي اللي بيفرزها الوحش، بس بيبان إن المادة الحمضية بتاعت الوحش بتاكل في القبة، ومحاولاتهم السحرية ما بتجيبش نتيجة ضد المادة دي. فجأة الوحش الجيلي بيتحول لشكله الحقيقي، فهاجين بيستعد لمعركة. المجموعة بتهجم عليه بقوة وده بيخلي الوحش ينفجر، ولدهشتهم بيرجع يتكون بسرعة. في لحظة حسامة هاجين بيكتشف ان الوحش ما عندوش بلورة منى تقليدية، جسمه كله شغال زي الراجل بتاعه. الحجيم لجأ لاستخدام بندقية لهب بس برضه ما جابتش نتيجة، بس الحجيم عشان دماغه شغالة لقى طريق للهروب. نزلوا تحت الأرض وطلعوا في المية. الحجيم اطمن على خوري وساعدها توصل للشط وعينه عليهم مستني باقي المجموعة توصل. الحجيم بسرعة حف خوري تركز وأكد عليها انهم لسه جوه متاهة كبيرة، وهما ماشيين في مقبرة سفن حصلت مفاجأة ما كانتش على البال. لقوا نفسهم محبوسين في عالم وهمي ما ينفعش فيه غير الضربات السحرية. الدنيا حواليهم اتغيرت فجأة ونقلتهم لمعركة حامية على سطح مركب. اتفاجئوا واتحاصروا بمجموعة مهاجمين شكلهم يخوف. في وسط الموقف المتوتر ده الحجيم دماغه شغالة بسرعة عشان يلاقي حل، وبإصرار شديد خطط لخطة جريئة عشان يواجهوا أعدائهم وجها لوجه، وبشجاعة ملحوظة انطلقوا في الهجوم وهاجموا الأعداء بتركيز. في وسط الكلام ده خوري بتحاول توصل لخوري انه عايزها تبعد عنه، وبصراحة اعترف ان قلبه كله ليكي انتي بغض النظر عن قربه من اي حد تاني. خوري اتجرحت قوي من كلامه والصدمة كانت باينة عليها. في موقف تاني راهبة قربت من هايداما إيكو وطلبت منها تروح معاها للجبل المقدس، وباستخدام سحرها الراهبة حاولت تسيطر على إيكو، بس إيكو قاومت حتى لو من غير قصد. قوة إيكو في مقاومة السيطرة أثرت في الراهبة، واعترفت إن إيكو ممكن تكون مفيدة وطمنتها إنها مش هتموت عشان هي ناوية تستخدم إيكو كأداة في خططها. الحجيم لسه بيحاول يوصل إحساسه لخوري وبيأكد عليها إنها لازم تفكر في أسباب انضمامها للمجموعة، وقرر حبه الأكيد ليكي أنتي، وعرض إنه يوصل خوري بنفسه ليغاشي لو هي عايزة. وهما بيتكلموا الحجيم وخوري لقوا نفسهم محبوسين في
في الوهم الجديد ده لقوا نفسهم على مركب جراميوس وسط حفلة فخمة. اللمة مش بني هادمين بس، ده كمان في رجالة وحوش عاملين جو كله بزخ وفرح. الملك طلع قدام وبدأ خطابه، خلى هجيم يتوقع في الأول إنهم بيحتفلوا بانتهاء الحرب، بس فجأة الخطاب خد منحنى أسود. الملك أمر بمذبحة وحشية لكل رجالة الوحوش اللي على المركب باسم إلههم الحقيقي. نزلت عليهم زي الصاقة، وكوري وهي شايفة المنظر المرعب بتاع الرؤوس اللي بتطير اتخضت وغضت بصرها. وسط المنظر البشع ده هجيم وكوري عينهم جت على ست لابسة لبس مش مفهوم بنظرة قوية ومريبة. الوهم اختفى في الآخر، وهجيم طمن كوري اللي كانت متأثرة قوي باللي شافته. هجيم وهو بيفكر في اللي حصل قال إن خطة شريرة زي دي من الملك ممكن تهز إيمان الناس اللي هنا. هجيم وكوري غاصوا أكتر في اللغز وخمنوا إن ممكن يكون في إله هو اللي لعب في دماغ الملك وخلاه يكره رجالة الوحوش والشياطين فجأة، بالذات إن الناس اللي على المركب كانوا بيحبوه قوي. فجأة هبت ريح طيارة كوري بعيد، وهجيم اضطر يصد هجوم جنود ظهره فجأة وحصروه. وهو بيدور على كوري هجيم لقاها في الآخر، بس فهم بسرعة إن جسمها متسلط عليه كيان تاني وبيستخدم صوت كوري عشان يتلاعب بيه. في المواجهة اللي حصلت هجيم أكد إنه مصمم يعذب الكيان اللي جوه كوري من غير ما يقتله لحد ما يسيبها. خطته نجحت في الآخر، وكوري اتحررت من الكيان المتطفل. أول ما فاقت كوري ختمت كلامها ببوسة بتأكد قرارها بالبقاء، وفي اعتراف من قلبها أعلمت عن حبها لهجيم، وده أكد مشاعرها. بعد شوية هجيم وكوري وصلوا للدايرة السحلية، ومن خلال سحرها ظهروا في نهاية الزنزانة. هنا اتقابلوا تاني مع يوتو وشي. البنات في المجموعة بدأوا يكلموا مع كوري ويسألوها عن اللي حصل بينها وبين هجيم، والكلام ماشي. تحدي خفيف هزار بدأ بين المجموعة وبالذات بينك وكوري. التحدي كان مين اللي هيكسب قلب هجيم في الآخر. وفي الآخر اللحظة الحاسمة وصلت لما دليل النصر يظهر قدام عينيهم زي السحر، كإشارة إن هم خلصوا المحنة الصعبة اللي مروا بيها بنجاح. الإنجاز ده بيأكد إنهم جاهزين للرحلة اللي جاية للمتاهة اللي جوه بحر الشجر. فجأة المية بتبتدي تغرق حنجيم وأصحابه، وده بيخليكوا انتوا والباقيين تتحركوا بسرعة وتبنوا حاجز حماية وتحبسوا نفسكم تحت المية. في نفس الوقت المخلوق اللزج اللي ما بيرحمش اللي بياكل كل حاجة بيظهر تاني وبيواجه هنجيم والفريق مرة تانية. وسط المعركة عشان يواجهوا الخطر ده كينج بيوصلوا معاه تعزيزات وبيشتبك مع اللي بياكل كل حاجة وبيوقفى شوية. المهلة دي بتدي فرصة لهنجيم انه يجهز نفسه لمواجهة حاسمة. الخطة متحضرة كويس، هنجيم بيقدر يشل حركة اللي بياكل كل حاجة وبينهي خطورته. في مملكة نلايك إحساس بالقلق بيبتدي ينتشر بين الناس لما بيكتشفوا إن في كام واحد اختفوا فجأة وما سابوش أثر، وده بيخليهم قلقانين ومش مرتاحين. في نفس الوقت الرقبة الغامضة خضت إيكو للجبل المقدس تحت مراقبة كينج بتاعه اللي شايف إنه تصرفات إيكو ممكن تكون بتعمل مشاكل وبتدمر خططهم. الوضع ده بيزود جو الغموض والتنقب في المملكة. مورنينج راجز وأريسون وميو بيصحوا حنجين وإنت من النوم بهزار، وبعد شوية هي وكاوري بيدخلوا أوضة نجوم فجأة وبيطلبوا منه ينضم ليهم على الفطار وهم متجمعين حوالين الترابيزة. ميو بتبقى فضولية وبتسأل حنجيم عن خططه، وده بيخليه يقول انه ناوي يعمل معدات جديده. ميو بتتطوع بسرعه عشان تساعده في الموضوع ده، وهم بيفطروا ميو تلعب استغمايه مع البنات التانيين والضحك والطاقه مالين الجو. في نفس الوقت حنجيم سرحان وبيفكر ازاي هيقول لمايو انهم ماشيين قريب. فجاه ريميا بتطلع من اعماق الميه وبتشكر حنجيم على مساعدته. في اللحظة دي حنجيم بيفهم إنه ريميا عارفة إنهم ماشيين قريب، وده بيخليه يحس بإحساس حلو ومر في نفس الوقت. بس بدل ما تطلب منه إنه يفضل، ريميا بتنصح حنجيم إنه يمشي في طريقه. ولما سمع نصيحتها يوم جمع العزيز علشان يشارك خطط سفره مع ميو. وسط ده منظر بيضحك بيحصل، الستات التانيين بيتخانقوا هزار على اهتمام حجيم، كل واحدة بتحاول تغلب التانية في محاولاتها علشان تعجبه. في الآخر حجيم بيقعد ميو وبيهديها وبيقول لها إنه هيسافر تاني يوم. قلبها بينكسر ودموعها بتنزل بغزارة لما بتفتكر فراقهم اللي قرب. مع الوقت مشاعرها بتهدى وبتعرف تودع حجيم والناس التانيين بدموع بس بعزيمة. حجيم بيطمنها وبيوعد مايو إنه أول ما رحلتهم دي تخلص هيرجع هو والناس التانيين ياخدوها. والأيام بتعدي وحجيم بيقضي لحظات حلوة مع صحابه وبيشاركهم عزمه الأكيد إنه هيسافر بين العوالم وياخد ميو معاه بلده اليابان. إحساس بالوحدة والهدف بيغمرهم. الوقت بيجري ومايو بتيجي تقول إن العشاء جاهز، ودي لحظة تانية بيشاركوها مع بعض. فجر تاني يوم بيوصل وجي وقت حجيم وصحابه إنهم يودعوا مايو وريما. بيبادلوا الأمنيات من القلب بالحظ والنجاح في رحلاتهم.
وبيأكدوا على روابطهم وبينطلقوا في طرق جديدة. وسط الأحداث دي ليليانا بتحاول تتجنب التعامل مع الناس متضايقة من اللي شافته من خطف إيكو على إيد الراهبة، وزيادة على قلقها تصرفات أبوها الأخيرة بتثير الشكوك. في الجبل المقدس إيكو بتسأل الراهبة عن أهدافها، بس الراهبة بتقول لها إن خروجها من خططهم خلى معرفتها ملهاش لازمة. في نفس الوقت فريدي بيجمع قواته الشيطانية ومصمم إنه يقضي على اللي بيعتبرهم كفار. كلامه الحماسي بيشعل حماس جيشه اللي بينطلق لقدام. في مملكة الهايلايت عسكري اسمه خوسيه بيوصل أخبار مقلقة للقائد. قوات كتير بتظهر عليها علامات الظاهرة المشؤومة المعروفة باسم الفراغ. شكوك ونذر شؤم بتسيطر على جوانب مختلفة من الحكاية المعقدة دي. بعد الكشف المقلق عن الفراغ القائد اتصرف بسرعة، بيؤمر خوسيه إنه يجمع ناس عندها علم بالسحر الأسود علشان يحققوا في الظاهرة الغامضة دي ويلاقوا حلول مضادة ليها. القائد قلقان على سلامة حلفائه فبيكتب جواب لدوك، إنجن وحجيم لو حصلت أي ظروف غير متوقعة. وسط ده ديسو بيظهر قدام القائد ميلد فجأة. في نفس الوقت جوزيف بيقرب من المكان ومعاه تقرير من ميلد. الدنيا اتقلبت فجأة لما الباب اتفتح ورجالة جو هجموا على ميلد وسيف وإيد واحدة. التوتر بيزيد وتركيز جو كله على داسوك، عايز يخلص منه، بس ميلد اتدخل وقال له يجري ويهرب. اللي محدش توقعه حصل، داسوك قام وغدر بميل من ورا وغرس فيه السيف. المنظر اتقلب قلبة محدش كان عامل حسابه. في مملكة النور البنات قلقانين وخايفين على قائدهم ومرعوبين من اللي ممكن يحصل بعد كده. في نفس الوقت ميلد بعجوبة نجا من طعن داسوك، قام بسرعة ولقى نفسه في خناقة كبيرة مع رجالة جو وداسوك واتنين عساكر تانيين. بالعافية ميلد قدر يوقع رجالة جو والاتنين العساكر، بس فرحته ما كملتش. العساكر اللي وقعوا قاموا تاني بسرعة وعساكر تانية كتير جريوا على المكان ناويين يخلصوا على ميلد. ميلد لقى نفسه محاصر فقرر يهرب بسرعة واختار انه نط من الشباك عشان ينقذ نفسه. وهو بيهرب ظهرت قدامه ميلد وهي بتجري عشان خاطر كينج بتاعها. باسم الكينج هجمت على ميلد بكل قوتها وزودت الطين بلة. جوه قاعة المملكة داسوك قابل بنت غريبة قالت له ان تدخل نيونة الداك كان كله بتخطيط منها، وكملت كلامها وقالت ان غياب ميلد فتح الطريق عشان خطته الكبيرة تنجح. في نفس الوقت هاجم وصحابه كانوا ماشيين في طريقهم وشافوا خناقة كبيرة. حوالي 15 حارس كانوا واقفين بصلابة وشجاعة وبيتصدوا ل40 حرامي. هاجم انبهر بصلابة الحراس وتصميمهم وازاي كانوا واقفين ثابتين رغم ان عددهم قليل قوي. بس الحرامية عرفوا ازاي يكسروا دفاع الحراس والحراس بقوا مكشوفين وضعاف قدامهم. هاجم لما شاف المنظر ده اتحرك بسرعة واستخدم السلاح اللي على الحصان بتاعه عشان يخلص على الحرامية. بعد ما الحرامية اتهزموا هاجم أمر كاوري انه يعالج الحراس المصابين. فجأة ليليانا ظهرت من مكان كانت مستخبية فيه وجريت على كاوري. اتقابلوا وليليانا تعرفت على هاجم. بعد المقدمة على طول الهاجمان بيسأل ليليانا عن سبب وجودها، وليليانا بترد عليه وبتقول له إن أيكو اتخطفت، وده بيبين سبب ظهورها المفاجئ. جوه براي ليليانا بتحكي عن الأحداث اللي قلبت الدنيا في مملكة النور، وبتحكي عن شكوكها اللي بتزيد في تصرفات أبوها الغريبة والفتور اللي ملوش سبب بتاع الفرسان. ليليانا بتشرح رحلتها بالتفصيل وبتحكي إزاي وصل بيها الحال إنها تتقابل مع الهاجمان وغيرهم. الهاجمان بيرد عليها وبيقول لها إنه هيساعدها، وده بسبب إحساسه بالمسؤولية تجاه اللي حصل لأيكو. وكمان الهاجمان عنده فضول يكشف أسرار عصر السحر اللي في الجبل المقدس. في مكان تاني أيكو بتفكر في الكلام الغامض اللي قالته الراهبة عن واحد مش طبيعي. شوية شوية الصورة بتوضح في دماغها وبتكتشف إن الراهبة كانت تقصد الهاجمان نفسه. وهي بتستوعب الكلام ده الهجيم بيظهر فجأة وبينقذ أيكو وبيفشل خطة اللي خطفنها. بعد ما بيتجمعوا تاني الهجيمان بيحكي لأيكو بالتفصيل إزاي قدر يوصل لمكانها، وده بيبين قد إيه هو عنده حيلة وإصرار. وهما بيتكلموا أيكو بتعتذر وبتشكره على إنقاذه ليها، وهو بيقبل شكرها بكل تواضع لكن بيرفض اعتذارها. الكلام بيتغير فجأة لما بيسمعوا صوت حاجز العاصمة بيتكسر. الهاجمان بينبه أيكو لأن فيه هجوم شياطين على وشك يحصل وغزو المملكة النور، وبيقول لها بسرعة تروح تقابل أماناجوا وبقية الناس، وبيوعدها إنهم هيتكلموا بعدين. بس الموضوع بيزيد صعوبة لما الهاجمان وأيكو بيضربوا بهجوم بيفتت الأجسام. الهاجمان وأيكو بيتفادى الهجوم بسرعة وبيكتشفوا خطر جديد اسمه نويز. المقابلة دي بتعرف الهاجمان على نويز وسط الفوضى. وليليانا واصحابها وهم ماشيين في ممرات مملكة النور فجأة بيسمعوا صوت تكسير الشبابيك، وده معناه ان الحاجز الواقي اتكسر. ليليانا بتفهم اللي بيحصل بسرعة.
كرد فعل على اللي حصل ده، تيو بيستخدم جهاز الهاجيمان عمله عشان يوصل معلومات مهمة لكاوري وبقية الناس. الرسالة بتكشف حقيقة مرعبة: جيش كبير من الشياطين والوحوش بيتجمع على بعد 1 كيلو بس من العاصمة. بعد فترة، بعد تفكير وتدبير، يوشي قرروا يواجهوا فرايد ردا على الأذى اللي عمله في حكيم، وراحوا ناحية تيو. بس حكيم بسرعة وجه انتباه تيو لسلامة ليكو عشان يقدر يحارب من غير ما يقلق. في نفس الوقت يوشي واقفين جوه البرج، فرايد هجم عليهم بمهارة وسرعة. يوشي تفادوا هجوم فرايد ببراعة ووروا خفتهم وردود أفعالهم السريعة. بعد شوية وقت يوشي واجهوا فرايد وقواته وجها لوجه. الحرب بينهم كانت سجال، ضربات ما بتجيبش نتيجة حاسمة. فرايد حس إن الأمور متوقفة، فاخد قرار حاسم وأمر يمينه إنه يشتبك مع شي وهو يركز على مواجهة يو. بعد مواجهة تانية، يو استخدمت قدرتها الفضائية وعملت بوابة. البوابة دي نقلت يمينه وجزء من قواته لشي لمكان تاني عشان يبدأ صراع لوحدهم. فرايد بقى لوحده قصاد يو والمواجهة بينهم اشتدت. اليمين من قهره وغازه كشف لشي إن كاديليا اللي شي قتلتها كانت خطيبته. شي ما تأثرتش بكلامه العاطفي وفضلت باردة ورفضت أي محاولة لاستعطافها، وأكدت إنها مش فارق معاها حكايات اللي قتلتهم. صاحب فرايد اتغاظ من تحدي شي وهجم عليها. رغم كل اللي عمله، محاولته فشلت إنها تأذي شي. في الآخر حتة حجر متال عرفت تجرح شي، بس بسرعة استخدمت سحر الشفاء بتاعها عشان تتعافى فوراً. وسط المعركة اللي دايرة، شي استغلت الفرصة عشان تهزم صاحب فرايد ورمته بعيد جدا. الخبطة كانت قاتلة ومات في ساعتها. ده بيأكد تصميم شي القوي وقدرتها في القتال. استخدم مهمة حاسمة للانتقام والأحلام من إصابات تدفعها إلى إشراك الجيش الشيطاني على الأرض. على الرغم من هجوم أولي غير فعال، تستدعي شيء التنانين المقدسة ال5 مما يؤدي إلى إبادة كاملة لقوات العدو. فرايد اتجنن لما شاف النتيجة المدمرة دي ورد بهجوم قوي جدا من نوع صياد الفراغ، بس يون نجت منه وهلا العجب. بس شي اتعورت من قرم على تنين فرايد باستخدام بيتخيل رجوع الأحداث بالعكس، فبيقدر يهرب من الموقف الصعب ده. تجميد الموقف، الإصابة بيرجعوا يظهروا تاني وبيسيبوه متأذي جامد. بيستغل الفوضى والتجميد، بيهرب من أرض المعركة بنجاح. الأحداث دي بتوضح الإصرار القوي والديناميكية المتغيرة للمعركة. حكيم بيواجه نو مباشرة وبيظهر صمود ملحوظ بالرغم من إنه شايل وزن أيكو. حكيم بيحاول يستفز رد فعل من نو اللي مش بتتأثر، وهي بتكشف عن طبيعتها اللي ما فيهاش مشاعر. بالرغم من الكشف ده، نو بتكمل وتطلق السمامي المدمر اللي بيطلع النار على صحته ناحيته بشكل لا يصدق. حكيم بيقدر يستحمل الهجوم بفضل جهاز حماية تجريبي كان بيجربه. ده بيوضح حنكة حكيم وقدرته على التكيف حتى في مواجهة احتمالات ساحقة. ده بيؤدي الحوار بين حكيم ونو. حكيم بيسأل نو بفضول عن قرارها بعدم إرجاعه لعالمه. واحد بيشرح إن KYN كيان أعلى عنده نوايا مختلفة لحكيم، هو عايز حكيم يموت قبل ما يحقق هدفه النهائي. والحوار داير، نو بتشنه هجوم تاني. في اللحظة الأخيرة تايو بتوصل في شكلها التنين الرهيب وبتستخدم نفسها عشان تعمل هجوم مضاد قوي بيرجع نو لورا. المشهد ده بيصور المواجهة المتوترة ودخول لاعب جديد لأرض المعركة. بعد كده حكيم بينقل أيكو بحرص لظهر تيو وبيطلبهم يمشوا من المكان. بعزيمة قوية، حكيم بيقرر يفضل ويواجه نو في عرض أخير. وفي الوقت اللي تايو بتنقل أيكو لمكان آمن، أيكو بيتعبر عن رغبتها في مساعدة حكيم. بعد شوية إقناع، تيو بيوافق وبيسمح لأيكو إنها تساعد في التعامل مع اللي بيعطلوا تقدم أيكو. في ساحة تانية، حكيم ونو بيدخلوا في مواجهة شرسة. في البداية قدراتهم بتبدو متساوية وهم بيبدلوا الهجمات. بالرغم من مجهودهم مفيش حد فيهم بيكسب، لكن حكيم بيبدأ يلاحظ فرق كبير. طاقة نو بتفضل ثابتة بينما هو بيحاول يحافظ على طاقته. الوضع بيتغير لما نو بتبدأ تتغلب على حكيم وبترد كل هجمة من هجماته بمهارة. إدراك أيكو لطاقة نو اللي مقلهاش حدود وقوته اللي بتقل بيبرز الصراع المتصاعد بين الخصمين الجبارين، وبيزود تحديات حكيم والوقت اللي هيوصل فيه للحد الأقصى لقدراته بيقرب. بيضغط عليه زيادة عشان يوقف ده. الحاجم بيستدعي معدات زيادة ويفجرها وبيعرض نفسه للانفجار الناتج، ودي حركة استراتيجية عشان يضعف نوند. والمعركة شغالة، الحاجم بيكتشف نقطة ضعف، شرخ بيتكون في سيف نوند، وبسرعة بيستغل الكشف ده وبيكسر السلاح وبيسيب نوند من غير دفاع. وبتشجيع من عزيمته، جنون الحاجم بيزيد ويدفعه انه يشن هجوم رهيب على نوند، وده بيتوج بانتصار الحاجم على خصمه.
وبعد الانتصار الحاسم ده انفجار بيلفت انتباه الحاجم قريب. لما بيكتشف وجود ايكو تايو في المكان، ودي نقطة تحول في الأحداث اللي بتحصل. الحاجم بيعبر عن إعجابه بعزيمة ايكو إنها تفضل في ساحة المعركة، بس انتباهه بيتحول لآثار انفجار كنيسة نتيجة نفس التنين المضخم بتاع تايو. وبفضول الحاجم بيسأل ايكو عن أفعالها اللي أدت لنفس تايو إنه يتعزز لدرجة إنه سبب الانفجار المدمر ده. وفي أثناء كلامهم الحاجم بيستنتج إن ايكو استخدمت تسريع التخمير عشان تولد ميثان. ومع تطور المناقشة إدراك قاتم بيظهر لأيكو، الانفجار غالبا قضى على حياة اللي كانوا جوه الكنيسة. الحقيقة المقلقة دي بتخيم على جو كلامهم، وبعدها بوقت قصير تايو بينبههم لشخصية غريبة وغامضة. وفي تردد الحاجم بيقرر يتبع الوجود الغامض ده، ومتشوق يفهم معناه المحتمل ووجهته. وبيتقدموا ناحية الشكل الأبيض الغامض وبيتوجهوا لدائرة سحرية، ولما بيدوسوا عليها الحاجم واصحابه بيلاقوا نفسهم اتنقلوا لعالم غامض مليان بالأسرار اللي لسه ما اتحلتش. وفي المنظر الطبيعي الغريب ده الحاجم بيبدأ يستكشف، وبيصادف كتاب بيكشف عن جوهر الجبل المقدس، اختبار عشان يؤكد عزيمة الفرد الثابتة ضد تأثير الملوك. ولما بيدرك الأهمية الحاجم بيقترح إنه يتجمع تاني معاك ومع أصحاباتك. وفي الوقت نفسه قبلها بساعات في القصر الملكي شيزوكو بتسمع صوت تحطم بعيد، وبسرعة بتوصل لاكتشاف ده الكوكي، وبتبدأ سلسلة من الأحداث. وفي الأحداث اللي بتحصل شيزوكو وكوكي بيجمروا المجموعة وبيأكدوا على ضرورة فهم الوضع اللي بيحصل. وفي وسط المداولات بتاعتهم نايا بتتدخل وبتكشف عن بص بقى، الموضوع كله خرب بسبب الخرق اللي حصل في الحاجز العظيم، وبعدها الاجتياح الشيطاني اللي حصل. وهم وسط ما كانوا بيحطوا الخطط إيري انضمت ليهم وقالت لازم ناخد رأي ميل قبل ما نعمل أي حاجة. الفكرة عجبت الكل ومحدش اعترض، فقرروا يمشوا على الخطة دي. وهم في الطريق جوزين بلغهم ان ميل مشغول بمهمة ووجههم للمكان الرئيسي واكد عليهم اهمية اللي بيعملوه. وهم الابطال ماشيين ناحية المركز حسوا بشك وقلق غريب بدأ يتملكهم. الاحساس ده زاد قوي لما حوسي بدأ يتكلم. وهم بيبنوا منارة النور فجأة وبدون سابق انذار لما المنارة اشتغلت كل الابطال اتطعنوا بغدر ما عدا شيزوكو. بعدها على طول نيا جريت على شيزوكو عشان تساعدها، بس اللي عملته كان عكس كل التوقعات. هي كمان غرشت خنجر في شيزوكو وشلت حركتها. في نفس اللحظة إيري كشفت عن كل اللي كانت بتخطط له وقالت إنها كانت بتلعب بكل بذكاء. شيزوكو اتصدمت من وجود إيري ومن حجم المؤامرة اللي عملتها ودخلت المعركة بكل قوة. إيري ركزت على كوكي وقالت إنه بقى بتاعها. في لحظات قليلة إيري كشفت لشيزوكو عن السبب اللي خلاها تعمل كل ده، وهو إنها عايزة تعيش للأبد مع كوكي في العالم ده. إيري اعترفت إنها استخدمت السحر الأسود عشان تتحكم في جنود الأموات وتقدر تتكلم معاهم عن طريق تعويذة ربط الأرواح اللي بتعملها. كمان إيري اعترفت إنها ضحكت على زوزو وعملت نفسها صاحبتها عشان تكسب ثقتها. الكلام ده كله بيثبت قد إيه إيري كانت بتخطط لكل حاجة بذكاء وقد إيه كانت بتفكر في كل تفصيلة. فجأة وبسرعة إيري قربت من شيزوكو ونواياها كانت شريرة ومحسوبة. خطتها كانت إنها تستخدم السحر الأسود عشان تتحكم في شيزوكو وتخليها أداة عشان تقتل كوري. ويا دوب إيري كانت هتبدأ تنفذ خطتها الشيطانية، فجأة حاجة قطعت الجو المشحون ده. كوري وصل ومعاه ليليانا ودخلوا بقوة ووقفوا الخطر اللي كان هيحصل. هيامي ظهر من وراهم. فرحة ليليانا برجوع كوري اتحولت لصدمة لما اكتشفت إن هيامي كمان بقى تحت سيطرة السحر الأسود. نفوذ ساحر وتحول صادم. هايامي بيشل حركة ليليانا ورماها بعيد بضربة واحدة. الكابوس اللي بيتفتح بيزيد شراسة، وهايامي بيشهر سيفه وبيدفعه بلا رحمة في ظهر كوري الضعيف. بالرغم من محاولات كوري العنيد عشان يتعافى، عدوان هايامي المستمر بيغرز النصل أعمق وبيزود الخطر الجسيم اللي غرق المشهد. غضب كوكي بيدفعه انه يكسر قفل الطوق بتاعه ويدخل المعركة ويحرر زمايله الأبطال واحد ورا التاني. بالرغم من مجهوداتهم الأبطال بيلاقوا نفسهم محاصرين بالجنود وبيكافحوا عشان يحافظوا على موقعهم. من غير تردد بيكافحوا بالشجاعة، بس مع زيادة الأعداد ضدهم كوكي بيقرر يواجه آري. وفي اللحظة اللي بيتحرك فيها عشان يهجم ميلد بيتدخل وبيحبط ضربة كوكي. فجأة حالة كوكي بتسوء وبيتسبب في إنه يرجع دم بسبب السم اللي زرعته آري. آري بتكشف عن تأثيرات السم الأقل من مميتة وبتحول تركيزها لكوري ناوية تقتلها وتحييها باستخدام تعويذة استحضار الأرواح. في الوقت المناسب بالظبط دعم الحاج مونج جورفين مخططات آري. الإجراءات دي سريعة وحاسمة وهو بيشل حركة هايامي وبيوجه تايو وإيكو عشان يقدموا الرعاية لإصابات كوري. الحاج مونج جورفين بيتولى القيادة بحزم وبيسيطر على الأحداث اللي بتتفتح. بالرغم من محاولات آري للتفاوض عشان تخرج من المأزق، الحاج مونج جورفين ثابت في عزمه على مواجهتها. مناورة خبيثة من آري بتؤمر ميلد بالقضاء على آيري، لكن رد فعل الحاج مونج جورفين السريع بيؤدي لسقوط ميلد السريع والمميت. من غير تردد
تصميم الحاج مونجورفين الثابت بيدفعه إنه يسحب سلاحه الرشاش ويقضي على الجنود المحيطين بسرعة ودقة ملحوظة. مع الاقتراب من موقع آري، هايامي بيشن هجوم عقيم على الحاج مونجورفين، لكن بيترمي برا الكنيسة بكل سهولة. في وسط الفوضى، فريد كمان بيظهر من القصر وبيطالب الحاج مونجورفين بالاستسلام، وبيؤكد على الحشد الهائل من الوحوش المحوطهم. الحاج مونجورفين مش بيتأثر وبيواجه الموقف باستدعائه ليزر قوي من السماء، وبيطلق عرض مدمر للقوة اللي بتبيد سرب الشياطين والمواحيش بالكامل. الدمار الناتج بيشكل دايرة كاملة حوالين القصر، وبيظهر قوة الحاج مونجورفين الساحقة وتصميمه. علاوة على ذلك، الحاج مونجورفين بيواجه فريد وبيوجه له تحذير شديد اللهجة، مهددا بإطلاق نفس القوة المدمرة على القصر. هيولع فيه لو ما مشيش حالة. غضب فريد اتوقد وأقسم بكل قوته إنه هينتقم من حجيم، وصوته هز الدنيا بتحديه وعزمه إنه هيدفعه تمن غالي. آري استغلت اللحظة ولخمتهم وخطفت فريد وهربت بيه من ساحة المعركة مرة تانية. في نفس الوقت حجيم كان بيرتب الأمور للباقيين، وأمرهم ياخدوا كوري المكان أمان فوق قمة الجبل عشان جروحها تتعالج. وسط الفوضى دي كلها، حجيم لمح ضيق شيزوكو وقرب منها عشان يواسيها ويطمنها، أكد لها إن كوري هتخف، وكلامه كان بلسم خفف شوية من قلقها. تاني يوم ليريانا كانت بتقلب في الوثائق وعرفت بالتفصيل إيه اللي حصل في قصير عالم، وهي بتقرأ اكتشفت إن الملك مات على إيد الراهبة الغامضة اللي كمان خطفت أيكو قبل ما تختفي ومحدش يعرف لها طريق. في الوقت ده حجيم طلع لقمة الجبل عشان يطمن على كوري. هناك قابلك انت والباقيين وطمنتوه ان كوري ماشيه في طريق الشفاء. بعدها حجيم راح لايكو وبدا يتكلم معاها عن الاحداث الصعبه اللي حصلت، وغاص اعمق في الكلام وسالها اذا كانت حاسه بالندم على تدمير الكنيسه والارواح اللي فيها. ايكو كانت بترد ببرود وتقول انها مش ندمانه. في لحظه مؤثره حجيم طلب من ايكو طلب من قلبه، وشجعها تتحمل وزر افعالها وتسمح لنفسها تحس بالندم لانه جزء اساسي من انسانيتنا، واداها ظهره ومدلها ايده بعطف عشان تفضفض عن اللي جواها وتعيط براحتها. في نفس الوقت كوكي خلص تدريبه مع شيزوكو، وليليانا انضمت ليهم وبداوا يتكلموا عن الاحداث المؤلمه اللي حصلت والخسائر اللي شافوها. وسط الكلام كوكي عبر عن شكه وعدم ثقته في حجيم، واتمنى ان شيزوكو ما تتعاملش معاه. وفجاه ليليانا شافت خيال نزل من السماء، والمفاجاه ده حجيم ومجموعته وصلوا ونزلوا على الارض بمهاره. شيزوكو فرحت بوجودهم، بس لاحظت ان كاوري مش معاهم. حجيم طمنها وقال لها ان كاوري هتوصل قريب، وفي اللحظه دي كاوري نزلت من السماء وعملت هبوط اضطراري، وده خلى مجموعه كوكي ياخدوا وضع الدفاع. بس شيزوكو خدت بالها بسرعه ان كاوري شكلها اتغير جامد. شيزوكو اول ما عرفت كاوري جريت عليها وحضنتها بدموع الفرحه. هاجيون بدا يشرح بالتفصيل الطريقه اللي استخدموها. استعملوا سحر عشان يرجعوا روح كاوري ويدخلوها في جسم مرمم مش بتاع حد. الكلام اتعمق لما انت شرحتي ازاي حافظوا على جسم كاوري الاصلي متجمد، وده اداها القدرة ترجع له براحتها. وسط الكلام ده شيزوكو طلعت لقدام عشان تشكر هاجيون واصحابه على مساعدتهم اللي متقدرش. مع مرور الوقت هاجيون كشف عن سر دورهم كان متوجه من غير ما يعرفوا من قوة اكبر، كانوا مجرد بيادق في خطة كونية اوسع. السر ده زود الإحساس بالخطر لما هاجيون لمح لرحيله القريب. المجموعة استوعبت الكلام ده، وده عمل خليط من المشاعر والفهم بينهم. في العشاء شيزوكو سألت هاجيون، كانت عايزة تعرف هو ناوي يروح فين. هاجيون قال إنه ناوي يغامر في المتاهة الكبيرة، وده فتح كلام أعمق. والكلام ماشي، كل زمايل هاجيون اللي فاتوا عبروا عن رغبتهم يروحوا معاه في الرحلة دي عشان ياخدوا سحر عصر كينجز اللي محدش عارف يوصل له. هاجيون كان قلقان في الأول، بس في الآخر وافق يشاركوك واداهم الإذن يرافقوه. بس انت بذكائك فهمت ان جهيم ناوي يستغلهم كدرع وضحية لأي خطر ممكن يقابلوهم. وسط الكلام ده الجو كان فيه خفة دم، بس برضه فيه شوية إحراج لما الستات مرة تانية عبروا عن حبهم لهاجيون. كانوا بيتخانقوا باللعب على اهتمامه وبيأكلوا بعضهم عشان يدوا اللقمة من طبقهم. وسط المنظر ده شيزوكو بالعافية قدرت تخبي ضحكها، وده كان باين في رد فعلها المتضايق من الدلع اللي كان بيحصل قدامها. مع مرور الوقت حصل موقف غريب لما تايو طلبت من هاجيون جايزة بالهزار، وطلبت منه يديها كام شلوت جامد عشان حافظت على إيكو. بعد العشاء انت صحيتي وما لقيتيش هاجيون في السرير، لقيتيه في البلكونة وهناك حكالك عن خططه. بعد ما يخلصوا أحداث اليوم ناويين يرجعوا ميو. بعد ما جهزوا كل حاجة المجموعة اتجمعت ومستعدين يبدأوا